تقلب بغيظ من الشباك اللي اتفتح ودخلها الشمس في عيونها. الست اللي كانت ساكنة معاها بعد ما فتحت الشباك راحت وقفت قدامها وهي بتقولها بغيظ منها وصوت عالي: ما تقومي يا اختي، هو انت هتصحي كل يوم على العصر كده تاكلي وتنزلي؟ لا يا حبيبتي، ما هو الشغل ده ما ياكلش معايا ولا الكلام ده يرضي ربنا ابدا. بعدت الغطا عن وشها وقامت قعدت عدل فوق السرير وشعرها ده كان منكوش. بصت ليها بكل قرف وهي بتقول لها بزعيق ونرفزه: جرائيه ام عبير على الصبح، هو انت قرشه ملحتي ليه يا وليه انت؟ هو كمان يعني ست غلبانه وعلى باب الله هتقفلي على الواحده؟ لا بقى بقولك ايه، انا اعمل اللي على كيفي، طالما بدفعلك القرشين اللي يخصوكي على الجزمه كل اول شهر يبقى تشيليني فوق راسك. انا بقولك اهو. وليه يعني ان شاء الله؟ تكونيش مفكره نفسك يا بنت برمدل ولا ايه يعني؟ بقولك ايه يا بنت انت، لو ما اتظبطتيش كده انا هعرف اظبطك كويس قوي. يا حبيبتي يا ام عبير طيبه قوي، انا قاعده مستنياكي تظبطيني بقى لحسنك مني بقيت معوجه شبهك. قالت ليها كده وهي بتعصبها جامد بكل برود. وبعدين قامت بقى من على السرير وهي بتشاور لها وبتهشها بايديها: يلا 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 بقى يا ام عبير يا اختي، ما يلا عشان البس ولا انتي اقولك ايه؟ ما بقاش فيه خشة خالص. ام عبير بصت ليها وهي مش طايقه نفسها منها وسابتها وطلعت. اول ما قفلت الباب قعدت ترقص بشماتها فيها وهي عماله تقول: العب مع التمساح وما تلعبش مع المداس، ده انا هوريكي يا ام عبير. ولبست عبايتها ونزلت من البيت. كان قدامهم قهوه، كان صاحبها قاعد وحاطط رجل على رجل وهو عمال يشيش، وقال وهو بيبص عليها من فوق لتحت بكل وقاحه: الله ما تحن علينا يا غزال، ده احنا غلابه والله. لكنها ما ردتش عليه. وبعدين بص ليها وقال تاني بصوت تاني: عليكي رنة خلخال بترج قلبي كده رج. لفت ليه وهي بتقوله بقرف منه وهي رفع حاجبها: يكش يترج يا بعيد رجة اقوى من الزلزال وتروح فيها بقى ونخلص من وش امك ده. لكن اول ما قالت له كده قام واقف قدامها وهو عمال يقرب منها: ليه كده بس يا قطه؟ ليه الغلط دوت في حماتك؟ ده حتى تزعل. رحت زقته في صدره بعيد عني: معلش يا اخويا، هبقى اروح اتاسف لها في تربتها، حماد دبب بقى. انا ابقى مراتك انت؟ ليه ان شاء الله من قله الرجاله هروح ابص لارجى الراجل في الحريم ولا ايه يا معلم؟ ومره واحده كان ماسكني من دراعي جامد: ما انا طلبتك بالذوق وما نفعش، اتكلمنا بالهداوه ما جيتيش، يبقى تيجي بالعافيه بقى يا حلو. ضربته في دراعه اللي كان ماسكها بيه ده جامد قوي وهي بتقول ليه بصوت عالي لمت الشارع كله عليهم: لا يا روح طنط، لو عليا انا فما باجيش، ويبقى روح اسالها هي بقى بتيجي ازاي. وراحت زقته في الارض وقعته وقلعت شبشبها وفضلت عماله تنزل فيه ضرب جامد. ورحمه ابويا وامي لو لقيتك بتبصلي بصه تانيه لهنسل كل شبشب جديد بجيبه على راسك اللي شبه البطيخه القرعه دي. اللي واقفين كلهم ضحكوا. قامت وقفت في نص الحاره وهي بتقول بصوت عالي: بصوا بقى يا حاره ناقصه ما فيهاش راجل حتى، اللي هيقرب لي بس ولا يتكلم معايا ولا حتى عليا وربنا كمان مره لا هجيبه من كرشه. انتوا فاهمين ولا لا؟ ما مراتاتكم قاعدين عندكم اهو، ابقوا عكسهم يا موكوسين، اسفخس عليكم عيال ومسميين نفسهم رجاله. قالت كده وكانت لسه هتمشي لقيت اللي واقف وراها وبيقول لها: على فين يا بنت انتي؟ هو انت فاكراها سايبه ولا ايه؟ ولما بصت وراها لقيته ظابط والبوكس واقف. قالت في سرها: يا حار عره، طلبتوا لي الحكم كمان؟ منكم لله يا بعد. نفخت بكل زهق وبصيت للظابط وانا بقول له باستهبال: امورنا يا باشا، خير. انت هتستهبلي بروح اهلك؟ انت مش شايفه انت عامله ايه في الراجل؟ خدوها على البوكس يلا. بصت ليه وهي بتتمسكن وبتعمل نفسها هبله وقالت له: عملت فيه ايه بس يا باشا؟ استنى كده انا اشوف. وراحت ميلت تشوف وشه اللي كانت بهدلته من الضرب. وبعدين لقت حته سليمه قامت ضرباه فيها تاني وقامت وقفت من تاني وهي بتبص للظابط. ضحكتني والله، قال بتقول لي راجل قال. وبعدين انا بحب بقى اكمل شغلي كله للاخر بعيد عنك يعني، هو مش كده كده التهمه لابساني؟ يبقى خلاص بقى. الظابط ما بقاش مصدق نفسه، بص ليها وعمال يبرق لها وقال بصوت عالي للعساكر: خدوها على البوكس. العساكر مسكوها وطلعوها البوكس وهي كانت بتقول بكل برود: راجعالكوا يا حاره ما فيكيش بني ادم عدل يا ابو وشين يا عرر. وركبت البوكس مع العساكر واخدوا المعلم صاحب القهوه معاها وهي قاعده طول الطريق عماله تبص ليه بكل قرف وهي مش طايقاه خالص. ما انت لو تلمي عينك يا راجل يا ناقص انت ما كانش زماننا قاعدين القعده السودا دهيت. بس اقول ايه بقى؟ لكن هو بص ليها وما ردش عليها، عمل نفسه غلبان. بصت له وهي بتقول: يا عيني عليك يا عيني، وانت بتمثلي كده دور البريء، مش لايق عليك والله يا معلم. وراحوا القسم، دخلوها مكتب ضابط كبير في القسم
وقعدت على الكرسي وحط رجل على رجل وكأنها قاعدة في بيتها بالظبط. أول ما الظابط ما دخل ما تهزتش حتى، فضلت قاعدة مكانها زي ما هي. وأول ما شافته بصت ليه وهي عمالة تصفر ببقها وقالت بإعجاب: أموت أنا في صناعة بلد الفخر، تحيا مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي. العساكر اللي كانوا واقفين ضحكوا. الظابط خبط بإيده على المكتب وهو قافل وشه خالص وقال لها بكل نرفزة: احترمي نفسك يا روح أمك، بدل ما أوريك صناعة بلدك دي ممكن تعمل فيكي إيه، بلاش أنا أحسنلك. الله، وليه يا باشا الغلط في الحاجة الله يرحمها يعني؟ اتكلم معايا أنا بدل ما أزعلك. ومرة واحدة قام وقف وعمال يبرق ليها: الشغل ده بقى أكره ما عندي، انت شكلك ما تعرفيش أنا مين. رحت قمت وقفت أنا كمان قدامه: لا باشا إزاي؟ سيادتك تبارك الله ظابط والكتافات موجودة اهي وقاعد على مكتب في القسم، يبقى أنا عارفة أنت مين. عرفت بقى أنا ناسكة منك. لكنه بص للعسكري وهو بيقول بجدية وعصبية قوي: خدها التخشيبة كده، أهو تتضايف هناك شوية وبعدين نخرجها. قال كده وبعدين بص ليها وهو بيقول لها: أصل بعد عنك، أنا بقى بحب أضيف اللي بينوريني هنا قوي، كريم يعني وعجبك قوي قوي على فكرة. لكنها بصت له وردت عليه بكل برود: وماله يا باشا، ضيفني وانا ما بقبلش حاجة من حد غريب، بس بتعايش، وديني يا ابني التخشيبة. قالت كده وهو كان باصص ليها ومستغرب منها جدا وان هي بالجراءة دي كلها. العسكري دخلها التخشيبة وبعدين سابها ومشي. وقفت وهي عمالة تبص على الستات اللي قاعدين وشمرت كمها وهي بتقول: ركزوا معايا كده بقى عشان ما تبقاش تلاطين على دماغكم. لكن في واحدة قربت منها ووقفت قدامها وهي بتقول لها: جرى ايه يا ولية، مالك داخلة فاردة نفسك علينا كده ليه؟ ما احنا كلنا ولاد 9 يعني. لا يا قلب امك، لو انت ولاد 9 انا بنت ابويا وامي وبس. الست بصت ليها بكل قرف وهي بتقول لها: لا ده انت عايزة تتربي بقى. بصت لها وهي بتبتسم بكل سماجة: جيتي في ملعبي، هو انت محدش قالك ان انا من مدرسة الاخلاق وقلة الادب؟ تعالي لي بقى ووريني هتربيني ازاي. مسكتها من شعرها وضربتها والكل اتلم عليها بس محدش قدر عليها وهي ضربتهم كلهم وخرشمتهم على الاخر. بعد شوية سمعوا صوت صريخ الظابط راح بنفسه هو والعساكر وبصوا وهي كانت واقفة نفخة نفسها وحاطة ايديها في وسطها. اول ما دخل بصت له وهي بتقول له: ها ايه رايك في المعاملة بتاعتي لاصحاب البيت بقى يا باشا؟ جزع على اسنانه جامد وبص للعساكر وهو بيقول: خدوها على مكتبي اياكوا تتحرك من مكانها. يو بقى يا باشا، ما ترسلك على حاجة، هتفضلوا جايبيني موديني شمال ويمين كده ولا ايه؟ انا ست تعبانة وموعدي بجنيهات دهب يا باشا. لكنه ما ردش عليها ونفخ بزعق ومشي وسابها وهي العسكري اخدها على مكتبه. طلعت تاني قعدت في المكتب وهي بتقرأ اسمه اللي موجود على المكتب. واول ما دخل قال لي يا باشا، بصت ليه هو اسم سيادتك ايه؟ بص ليها بجنب عينه وبعدين ما ردش عليها. خبطت ليه بايديها على المكتب وهي بتقول له: باشا هما في الكشف الطبي ما كشفوش عن ودن سيادتك ولا ايه يعني؟ مش سامعني ولا ايه النظام؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا اسمي زايد، ريحي بقى. الله، مش ملاحظ يا باشا انك زايد حلاوه حبتين؟ ابتسم غصب عنه على اللي هي بتقوله وبعدين رجع وكشر وشه من تاني. ما هو انت لو ما احترمتيش نفسك انا هحبسك 2 سنين. لا يا باشا، قليل قوي 2 دهيت، كتر خير ربنا كتير. انت شكلك ظابط كبير يعني، والصراحة بقى أنا مش من مقام 2 دول يعني، خليك مزوق كده. ضرب كف بكف هو خلاص طفح بيه الكيل وقام وقف وهو بيقول بزعيق: بقولك ايه بقى، ما تصطبحي قول يا صبح، اتأسف للراجل عشان نخلص من الحوار ده وتخفي بقى من وشي. قمت وقفت وقلت له: لا اكسكوز مي بقى، هو الراجل يبقى هو اللي غلطان وقلل من نفسه، ولما اجي اقدمه تقول لي اتأسفي؟ حوش يا اسف حوش، لما تبقى تشوف حلمة ودنك يا باشا ابقى ناديل عشان اتأسف له. لا ما انت هنا مش في النادي يا روح ماما، انت في الاسم، يعني تسمعي الكلام وتقولي حاضر ونعم وبس عشان انا مش فايقلك. لا بقولك ايه، ولا ظابط ولا دكتور، كلنا اخرنا متر في متر. اتظبط انت بقى معايا بدل ما افرجك على وش مش هتحب تشوفه ابدا. ورحمة امي اللي هوريكي. هو انت اسمك ايه يا بنت انت عشان احفظك عندي هنا واشوف عليكي سوابق ولا ايه؟ اصلك انت كده شكلك رد سجون. حبي يا باشا ودور براحتك، انا ابيض على الابيض. بص لها باستغراب وهو بيقول لها: ما تخلصي وقولي اسمك ايه، هو انت لسه هتتسهوكي؟ اتفضل البطاقه اهي. حب السيد، هو انت مين اللي مسميكي الاسم ده؟ هو انا لسه يعني هقعد واحكي قصه حياتي؟ اوديكي فين بس يا شهر؟ وراح رازع بايده جامد على المكتب وهو بيقول لها: امشي يا بنتي من وش حالا،
امشي بدل ما ادخلك انفرادي بقى وخليكي تكلمي نفسك. امشي، واياكي تحاولي تهربي كده ولا كده، انت تحت المراقبه عموما. وطلعت تجري بسرعه وهي بتقول بصوت عالي عشان خاطر اسمعها: راقبني بعينيك بس عشان افضل تحتها كويس. نفخ وبيضرب كف بكف وقعد وهو بيقول: لا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه الاستباحه اللي شبه وشها دي مستحيل تبقى بنت، لا يمكن، مستحيل طبعا. طلعت تجري لحد ما بعدت عن الاسم وهي بتنفخ بزهق واتنهدت بكل روح وهي بتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد يبقى كافي خير وشره وماشي جنب الحيط ويحصل فيه كل ده، من أين لك هذا بس يا حظ؟ وعدى كام يوم وزيد كان قاعد في الفيلا بتاعته مع ابنه زيد وهو بيقول: خير يا زيد، كل مربية تيجي تمشي كده ما بتكملش معاك يوم واحد حتى. لكن زين بص ليه وهو بيقول له بكل براءة: يا بابي هما اللي وحشين وبيخوفوا، والله أنا مش بعمل ليهم حاجة خالص. شور؟ صدقني يا بابي أنا أصلا كيوت والكل بيحبني، مش فاهم بقى انت ليه بتجيبهم ليا كده شبه فريدي وأمنا الغلا كمان والوامنز اللي بيبقوا في متحف الكاندلز. أنا كيوت، مش عندي 50 سنة عشان تجيب لي دول يا بابي. على العموم دي آخر فرصة ليك يا زين يا كيوت يا بريء انت، لو طلبت تمشي برضه هاخدك أقعدك معايا في الاسم، وده بقى آخر حل ليه. لا يا بابي اسمي لا، وأنا والله مش هضايقها أبدا. يا واد عرفت بقى ان انت ولد ملاوع، يعني انت اللي بتطفشهم اهو. زين ضحك وهو بيرفع ايده وبيعمل نفسه هادي. زيد باس وهو بيقول له بكل حب: خليك كيوت بقى مرة واحدة من نفسك. ضحك وبعدين قام يلعب وهو فضل قاعد بيفكر يجيب ليه مربية منين. لقى السفراجي جه واقف قدامه وهو بيقول له: بقولك يا زيد باشا، انا سمعت انك عايز مربية لزين. والله يا عم فتحي، بس مش لاقي، كل ما اجيب واحدة اطفشها وانا اغلب اليوم بكون في الاسم مش عارف بجد اعمل معاه ايه. فما تقلقش، عندي دي يا باشا، عندي بنت شاطرة في كل حاجة وهتحطه كمان جوه عينيها ونفسها طويل قوي كمان. بجد يا عم فتحي؟ يا ابني انا هكلمها بس بكرة ان شاء الله وهجيبها لك معايا عشان تشوفها وتفهمها الدنيا ماشية ازاي برضه. تسلم والله يا عم فتحي، انا مش عارف اقولك ايه بجد. فتحي ابتسم ليه ومشي وزايد قام وراح شغله. وتاني يوم زايد كان قاعد مستني فتحي يجي ومعاه البنت اللي هتبقى مربية زيد. يا صباح الفل يا زيد باشا، انا جبت لك البنت اهي، هي واقفه بره مستنيه، تدخل ولا لا؟ دخلها طبعا يا عم فتحي، يلا دخلها. واول ما دخلت وزايد رفع وشه وشافها تنح وقام واقف وهو بيقول بكل قرف: جرى ايه يا عم فتحي؟ ما بين كل البنات ما لقيتش غير البنت السوابق رد السجون ديت تيجي وتبقى المربيه كمان لابني؟ امشي واطلع بره بدل ما اخدك وبيتك في التخشيبه اللي جوه الفيلا هنا. وصدقيني دي بقى مش هتعجبك خالص. لكن هي رفعت حاجبها وهي بتبص له واتكلمت وقالت له: شوف يا اخي، رب صدفه خير من 1000 معاد، قدرك ونصيبك انا معروفه. وبعدين يا باشا ويعني انت طول ان انا ابقى مربيه ابنك؟ والله عجايب. نفخ بكل زهق وهو متعصب وقال: يا ستي انا ما طولش، فكك مني بقى، هتمشي ولا مشيك انا بطريقتي؟ لا بقى، ده كده قطع ارزاق ومنع بني ادمين من اكل المام. يعني انا لو كنت واحده تانية كان زمانك رحبت بيها يا باشا وشلتها كمان على كفوف الراحه عشان تاخد بالها من ابنك يا باشا. انما كده بقى انت عنصري. غمض عينيه وهو بيجز على اسنانه وهو مش طايق نفسه. يا بنتي ارحميني بقى، انت مين اللي مسلطك عليا بس؟ لعبت له حواجبي وانا بضايقه. عفاريتي سلطتني عليك الصراحه. يلا بقى، فين ابن سيادتك؟ اكيد هادي خالص. ولسه ما كملتش كلامها سمعت صوت تكسير في المكان. بصت وراها لقيته كان بيجري بشفشق الميه الازاز ووقع من ايده. بص لابوها بيقول: سوري يا بابي. لكن حب بص تاني لزايد وهي بتقوله: وطبعا ولا كأني قلت اي حاجه، ممكن امشي يا زايد بيه عادي جدا على فكره. راح قرب منها وهو بيقول لها: ليه يا حب؟ هو ادخل الحمام زي خروجه ولا ايه؟ بصيت له بكل قرف وانا بقوله: هو ليه يعني حضرتك كلامك ريحته وحشه يعني؟ ده حتى ابنك شكله اجنبي اهو وبيقول كلام غريب جدا انا مش فاهماه حتى. كلمه واحده كمان وهنزلك التخشيبه هنا عندنا، احنا عندنا خدمه 7 ستار. اعقلي كده بقى واظبطي بدل ما اظبطك انا. هتشتغلي هنا مربيه لزين تمام؟ وهو فعلا شقي شويتين 3 بس انت بقى سايسيه وانت وشطارتك. يا عيني على حل الزمن، شوف اللي كان بيقول عليا سوابق ورد سجون دلوقتي هيبوس ايدي عشان اقعد مع ابنه. والله عايزه تمشي اتفضلي امشي، الباب يفوت جمالين مش جمال واحد. انا ما بلحش على حد يا ماما، فوقي كده واظبطي، انا عامل على مصلحتك، وهو تبقي في بيت الظابط احسن ما تبقي في حبسه. وعموما الاتنين ما يختلفوش عن بعض بس هنا امن. بصيت له بعدين اديت له ظهري
يا حنين. اتعصب جامد ومشي بعد ما قال لي فتحي ياخد باله منهم. زين كان واقف مش لاقي حاجة يعملها، بص على المطبخ وبعدين ضحك بكل خباثة وهو بيقول يا سلام يا سلام على التسلية، ويدخل جري على المطبخ أخد حاجات منه وبعدين طلع خبط على باب أوضة حب جامد قوي وهو بيقول بتمثيل يا حب الحقيني بسرعة الحقيني يا حب. سمعته واتخضت وطلعت تجري. هوب مرة واحدة لقت نفسها رجلها لزقت في الأرض، بتبص تحتها لقت اللزق مغرق الأرض كلها وهي دست فيه ولزقت. بصت لزين وهي بتضيق عينيها ورحمة أمي لو انت اللي عاملها انا ما هرحمك، ولا يفرق بقى معايا انت ابن الضابط ولا ابن المهندس، انت سامعني يا انت. لكن هو بص ليها وبيقول بكل براءة انت ليه شاكه فيا كده يا طنط حوحو؟ ده انا حتى حبيتك خالص على فكرة. حوحو حوحو مين ياض وربنا اشتمك، انا اسمي حب يخرب الدماغ. ولا كأنه سامعها اصلا، وقام واقف على الكرسي عشان يطولها وهو بيقول ببراءة بصي يا حوحو انا نفسي اكل كيك، ويا سلام بقى لو انا اللي عملتها. بصت له وهي بتحاول تضحك عليه وقالت له يا حبيب قلبي بس كده، ده انا عينيا الاتنين ليك، طلعني انت بس من اللي انا فيه ده يا حبيبي وانا هعمل لك احلى كيكه، خلصني بقى. يا حوحو انا قلتلك انا اللي عايز اعملها. خلاص وماله، برضه بس طلعني من اللي انا فيه ده وانا هخليك تعمل اللي انت عايزه. لكن لقيت الواد بيبصلي وعمال يضحك. لا يا حوحو ما انا اللي هعملها وانت واقفه كده. لا والله، ده اللي هو ازاي بقى يا فقيق انت. وراح مسك البيض وكسره فوق شعرها وقام قايل لها كده بالظبط يا حوحو، استني. كانت لسه هتتكلم وتصرخ لقيته فضى كيس دقيق فوق شعرها ووشها ولبسها كله باظ. وبعد كل ده يسكت لا، راح جاب اللبن ودلقه كله فوقيها كمان، وبعدين نزل واقف على الارض وهو عمال يتنطط ويسقف ويضحك وهو فرحان على الاخر. يس لقد كان هذا وشيكا يوف. بصت لنفسها وهي قرفانه قوي من ريحتها واكيد شكلها اللي يقرف وهي بتقول ايه ما تاخدني وتحطني في الفرن احسن، ابو شكلك وانت طالع من قناه سبيستون كده. تصدقي فكره يا حوحو، بس والله انا مبسوط قوي، انا كان نفسي قوي اعمل كيكه مره واحده في حياتي. وعملتها على راسي يهبل يا ابن اللهبل. ولسه ما كملتش كلامي لقيته في وشي وبيبصلي بكل شر. هو مين ده اللي بنهبل يا محترمه ياه؟ كان لسه هيكمل كلامه بس شاف منظرها ده وسكت، وهي بصت ليه وهي بتقول هو انت مستقصدني يا جدع انت بقى؟ يعني هو انت ما بتجيش غير وانا بطلع غلي؟ ما تبص ابنك عامل فيا ايه زي الباشا، الواد عامل كيكه على شعري ووشي ولبسي، اتفضل بقى طلعني من القرف اللي انا لازقه فيه ده. وزين بص لابوه وطلع جري راح على الاوضه بتاعته. حب علي الصوت عشان خاطر يسمعها. النهارده عملت كيكه على راسي، انا بكره بقى هعمل على وشك كحك العيد يا ابن الباشا. زايد كان هيموت ويضحك على منظرها ووقف بعيد عنها وهو حاطط ايده على مناخيره. انا هحاول افكك من اللزق ده، بس والله لو اتحركتي في اي مكان غير الحمام انا هطين عيشتك، ده انت ريحتك مش طبيعيه بجد. بصيت له وانا عماله ازعق من القرف اللي انا فيه. ما تعصبنيش عليك بقى يا باشا لو سمحت، عشان انت لو مكاني مش هتستحمل اللي انا مستحملاه، انا عندي حساسيه من البيض اساسا وابنك ملقاش غيري. يو بقى اتفضل بقى وطلعني خلينا اتنيل واستحمى. ومسك ايديها وبقى بيشدها جامد ومش عارفه تطلع برضه. قام هوب كانتالوب وقع معاه هو كمان وهدومه كلها باظت. فضلت عماله تضحك جامد عليه. الحمد لله يا رب، شوف ربنا كبير بيجيب حق المظلوم. الحمد لله يا رب. دوق بقى عمايل ابنك يا باشا، دوق بقى كده. ده انت قصدها بقى؟ والله ابدا يا باشا، اللهم لا شماته، بس انا بقى شمتانه موت يا باشا. ونادى للناس اللي في الجنينه وجم فكوهم من اللي هم فيه ده. حب طلعت جري بسرعه راحت الحمام واستحمت وغيرت لبسها اللي بقى كله بيض. وهو برضه بعد ما طلع من الحمام وقعد على السرير فضل عمال يضحك وهو بيفتكر كل اللي حصل. يخرب بيت عقلك، جايب مربيه لابني محتاجه تتربى من اول وجديد اساسا. وعدى فتره وكانت حب تعبت من عمايل زين. نزلت لما عرفت ان زايد قاعد تحت، وقفت قدامه وهي بتقوله معلش يا باشا بقى اعذرني، انا خلاص ما عدتش قادره استحمل اكتر من كده. زين زي العسل والله وربنا يحميه كل حاجه، بس هو بقى شقي جدا، ويا ريته شقي وبس، هو بيعمل فيا شويه مقالب تقطم الظهر تموت الواحد تعمل له عاهه مثلا. يعني انا مش فاهمه بجد ايه ده. معلش يا حب استحملي شويه، هو صغير برضه، انا عارف ان هو شقي وصعب، بس اضغطي على نفسك شويه. بس انا بقى مش عارفه اتعامل معاه. زين كان واقف وسمعها، جري عليها وحضنها وعمال يعيط. والله خلاص ام سوري، انا مش هضايقك تاني يا حب، بس خليكي هنا مش تسيبيني تاني، والله انا بحبك. وبصت ليه حور وهي مستغربه قوي وصعب عليها جدا وحضنته. ومين بقى اللي قالك ان انا همشي؟ ها
انا قاعد على قلبك يا استاذ زين. فرح زين جدا وبسها من خدها. احلى حوحو، يلا بقى انا مستنيكي عشان نعمل الهومورك مع بعض. من عينيا يا زوزو. طلع جري على الاوضه بتاعته بعد ما اطمن ان هي خلاص مش هتمشي. بصت لزايد وهي بتهز كتفها وابتسمت وهي بتقول له واضح كده ان القدر حدفني عليك. زايد ضحك وهو بيقول لها شكرا يا حب ان انت هتفضلي مع زيد. اللي يحب ابني انا احطه في عينيا وعلى راسي كمان. باشا ابنك على راسه زي العسل كمان. بس مش عارفه شويه يقعد يقول لي هنجري وشويه يقول لي سهابي. هو بيشتمني ليه بس يا باشا؟ ده انا شايلها على كفوف الراحه والله، وفي الاخر يقول ان هو بيحبني. بص ليا وهو هيموت على نفسه من الضحك وعمال يضرب كف على كف. لا حول ولا قوه الا بالله. واضح ان انا هضطر اجيب لكم انتوا الاتنين مربيه تانية. قال كده وسابها ومشي وهرشت في شعرها وهي بتقول وهي مش فاهمه اي حاجه. الله، هو انا شتمت بامه ده ولا ايه؟ يلا بقى خيرها في غيرها. زايد كان قاعد بيشتغل وهو قاعد على الكنبه، وحب كانت نازله من على السلم وهي مركزه عليه جامد وهي بتقول اللهم بارك تبارك الله عليه. هو ده بجد ولا جرافيك يا جدعان؟ ولا مرايه الحب عاميه بجد بقى؟ وكانت لسه بتقول كده ما اخدتش بالها من السلم عشان كانت مركزه معاه، وهوب اتزحلقت وهي عماله تصرخ واخدت السلم كله ووقعت وهي بتقول يا ظهري، ياني ياما، الحقني يا اللي ما بتفهمش انت وقوم. وزايد بص ليها وهو بيشاور على نفسه. انا بتكلمين انا؟ امال هكون بكلم مين يعني؟ انا مش فاهمه. انت مش شايف ان انا اخدت السلم كله هوب دبل كيك؟ هكون بكلم مين غيرك يعني؟ قام وقف وراح ليها وهو بيوطي بيقولها انت كويسه؟ والله بقى ده اللي ربنا قدرك عليه يا واد، ده انت ظابط. خليك حامي كده يا دنيل عليا وعلى سنيني. انت شايفه كده يعني؟ ايوه طبعا شايفه كده ونص كمان. انت بتعمل ايه؟ نزلني، انت كده طلعت لي ناطحات السحابه جدع، نزلني بقولك. بص ليها وهو شايلها على ايده وقال لها بضحك هو مش انت بتعملي نفسك دايما 7 رجاله في بعض؟ اثبتي على مبدأك بقى كده. لا نزلني يا عم الحاج، انت انا عيله صغيره اصلا. بس انا بقى مرتاح كده براحتي. ابتسمت وهي حاطه ايديها على وشها وهو كان باصص ليها وبيضحك. دخلها اوضتها ونيمها على السرير وهو بيقول لها بابتسامه يا ريت بقى لما تبقي تفكري في حاجه بعد كده تبقى قدها، عشان عواقب افكارك واللي انت عايزاه هيبقى صعب قوي. خدي بالك ها. وانا بقى لا ابالي، يعني اتقي دماغي وعنادي احسن ليكي يا حوحو على راي زينو. قال لها كده وسابها وطلع وهي قاعده تفكر في اللي هو قاله وما فهمتش اي حاجه. بصت للفراغ وهي بتكلم نفسها واتنهدت وهي بتقول بكل حب ده قربه زي الجنه يا اختي عليا وعلى سنيني. قالت كده وبعدين نامت وهي بتتكلم. اصلا كان قاعد في اجتماع مع ضباط كبار والناس مهمين جدا. لها داخله بتفتح الباب جامد وهي بتتكلم بكل تلقائيه وبتقول هعمل ايه يا سي زايد يا عسلانت؟ والله انا لقيتك كده هفتان وبهتان خالص، قلبي ما قدرش يستحمل ابدا. قلت لا اجيب لك حاجه كده تتقود بيها وتقويك كده وانت بتشقى وبتتعب لاجل مصر بردك حبيبتنا كلنا. جز على لسانه جامد وهو هيتجنن، ولما لقى الكل عمال يضحك حواليه اتعصب اكتر واكتر وقام بص ليها وهو بيقول وبيحاول يحافظ على هدوء اطلعي بره يا حب، اطلعي بره من فضلك. ظابط كان قاعد غمز له وبيقول له ايوه بقى يا عم من قدك، هي تدلعك وتجيب لك الاكل وانت تنادلها كده حب قدامنا؟ طلعت مش سهل برضه يا زايد باشا. لكن زايد زعق فيهم كلهم وما عملش حساب ان في ناس كبار قاعدين واتنرفز جامد وهو بيقول من فضلكم كله يطلع بره حالا، يلا على بره. كلهم بصوا ليه باستغراب، وقبل ما يطلعوا حور كانت واقفه قدامهم وهي بتقول بطريقه مضحكه لا تنستر يا باشا، ما تطلعوا وتسيبوني مع التنين اللي بجناحات سبايدر مان دوت. ساعدوني الها تنستروا وانا هجيب لك صينيه مكرونه بالبشاميل معتبره والله العظيم. وكمان وما لحقتش تكمل كلامها لقت زايد بيشدها من قفاها جامد ويبص الكل عشان يطلعوا بره. مسكها من دراعها جامد وعمال يزعق في وشها هو انت جايه شغل تفضحيني يا حب؟ انت جايه هنا ليه؟ انطقي، انت شغاله في البيت مع زين مش مشغلك عشان تاخدي بالك مني انا. اعتبريني مش موجود يا شيخه، لكن الشغل هنا خط احمر وقلتلك ده مليون مره قبل كده. جايبالي اكل وداخلالي بيه في نص الاجتماع وانا قاعد مع ناس كبار ومهمين وخليتيني ازعق في الكل، ويا عالم ايه اللي هيحصل فيا بسبب اللي حصل ده. هو انت تخصصك ايه في حياتي؟ ان انت بتدمريني وبس؟ بتدمريني وبس يا حب، اطلع بره بره. بصت ليه بكل حزن وهي مقهوره من جواها. هي كانت جايه وفاكره ان هي كده هتفرحه بس فشلت ورجعت من تاني وهي مقهوره. من بعد اليوم ده وهما ما بيتكلموش مع بعض نهائي وهي ما بتظهرش قدامه اصلا. صحيت بدر وكانت واقفه في الجنينه بتسقي زرع بالخرطوم. سمعت حد بيتكلم وبيقول هو انت بتعملي ايه على الصبح؟ ايه اللي مصحيكي بدر كده؟ واول ما سمعت صوته صرخت فيه جامد
وهي بتتكلم من غير ما تقصد لفت الخرطوم معاها وغرقته بيه ولبسه كله اتغرق. شهقت جامد وهي بتحط ايديها على بقها، وبعدين فضلت تتكلم وهي لسه بتغرقه وقالت: انا زهقت منك بجد، زهقت منك، انت ايه يا جدع انت؟ فضل عمال يشاور ليه عشان تبطل. يا بنت المجانين اقفلي الزفت اللي في ايديكي ده، اقفلي بدل ما اوريك الجنان على اصوله. لكن حب جزت على اسنانها بغيظ منه وهي بتقوله: ولو ما قفلتش يعني ايه اللي هيحصل؟ ها كده او كده انا مش طايقاك ولا انت حتى طايقني، ما هي كده كده بايظه بقى. يا بنت ابعدي عني ولا اقفلي احسن ليكي. ولسه بيكمل كلامه لكن سمعوا صوت زين وهو بيقول بصوت عالي وعمال يضحك: بابي. الاتنين بصوا ليه، اما غرقهم هما الاتنين بالخرطوم اللي كان معاه، ووقعوا هما الاتنين وفضلوا عمالين يبصوا لبعض. وبعدين زاد اتنهد وقال وهو باصص لها: ها هنفضل كتير كده يعني؟ بصت ليه وهي مش فاهمه وقالت له: افندم. اتنهد وهو بيقرب جنب ودها وبيقول لها: ده انت تعبتي اهلي معاكي، حقك عليا حب وما تزعليش مني، بس انت بقى اللي عصبتني وقتها. وجات عشان خاطر تقوم قام شدها من تاني: انا خلقي ضيق، قولي ان انت مش زعلانه احسن ليكي. ابتسمت وقلت له: خلاص بقى وسع كده، مش زعلانه، ده انت ظابط نحنوح بصحيح بقى كده عشان تبقى تفكر بقى تزعلني تاني. بصلها وهو بيقول لها: ده انا ما اقدرش، ده انت اللي شايله البيت كله. رفعت حواجبي بغيظ وضربت في كتفه وانا بقول له: يعني عشان كده وبس؟ طب ابعد عني بقى بدل ما اطلع عن شعوري واوريك جناني، انا خلاص مش طايقاك بقى، انت دايما كده بتستفزني. بصلي بكل براءه وهو بيقول لي: انا برضو اللي بستفزك يا حب. سابته وقامت وهي بتجري على جوه وهي عماله تضحك وفرحانه قوي من جواها ان هو ما سابهاش زعلانه اكتر من كده. وهو كان عمال يضحك ومش فاهم ايه اللي هو بيعمله معاها ده. كانوا قاعدين بيفطروا على السفره هما التلاته. زين بص لحب وهو بيقول لها: بقولك ايه يا حوحو، انت قاعده ساكته ليه كل ده؟ مش عايزه اتكلم دلوقتي يا زينو، اصل مخنوقه، ساعه كده ونقعد نتكلم ونلعب براحتنا. لا والله على ما كنت مشيت انا يعني. بالظبط كده يا زايد باشا. وكان لسه هيتكلم لكن لقوا واحده داخله لابسه فستان قصير جدا وكانت مسيبه شعرها وشكلها ملفت جدا. حب بصت ليها من فوق لتحت وهي مش فاهمه هي مين دي. وزين صفر ببقه وهو بيقول باعجاب: الله، هي مين دي يا بابي؟ دي حلوه قوي 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 قوي. دخلت وحضنت زايد جامد وهي بتقوله بدلع: لك تقبرني يا زوزي كتير كتير، وحشتني، وينك؟ ليش ما بتيجي تبيت معي مثل الاول؟ زايد حاول يبعد عنه شويه وكان بيبص على حب وهي واقفه بتشيط مكانها. قربت منه تاني وهي بتقوله بدلع: لك دخيله هالخد، حبك كتير يا زوزي. اللي اختشوا ماتوا بصحيح. قالت كده ومشت وقفت قدامها وهي بتقول بكل غيظ ونرفزه: مالك يا قط؟ ها جرى ايه يا بنت؟ ما تتظبطي كده، بدل ما اخدك وانقعك في كلور يكش تنضفي من القرف اللي انت عاملاه في وشك ده. يا باي عليكي يا باي، وانت شبه الفيروس كده اللي هوب بيقفش في الواحد ما بيحلش عنه. البنت بصت لها بقرف من فوق لتحت وهي بتقول: من هاي يا زايد، لك شو هيدي البيئه، ارميها لبره، كيف تتكلمي مع هيك؟ لكن حب بصت ليها وهي بتقول بكل سماجه: يا حبيبه قلبي بقى انا بيئه؟ البنت هزت راسها بمعنى لك كتير، ما انك شايفه حالك. لكن حب قربت منها مسكتها من شعرها وهي عماله تبصلها بكل قرف: طيب تعالي لي بقى يا بتاعت لك دخيل وانتي. زين وزايد حاولوا ان هما يبعدوهم عن بعض وكانت حب قاعده فوقيها وعماله تضرب فيها جامد لحد ما زايد شدها وهو بيزعق لها وقال لها: هو انت اتجننتي يا حب؟ انت ازاي تضربيها كده؟ بصت له بكل قرف وقالت له: وانت بقى عايزني اعمل ايه يعني؟ اروح اطبطب عليها ولا اعمل لكم 2 ليمون واجي اقف انا في النص الشجره بتاعتكم؟ مش فاهمه الصراحه. شايفاها واقفه عماله تتلزق فيك وتحضنك وتبوسك، ايه المياصه بتاعتها دي؟ ولا اقولك انت اكيد مبسوط. انا ماشيه وسايبها لك خالص. قالت كده وطلعت جري على الاوضه بتاعتها وهي مش طايقاه ولا طايقه نفسها. وهو وقف وزعق مع البنت ومشاها وكان لسه هيروح شغله لها نازله وماسكه شنطتها وبصت ليه وهي بتقوله: انا زهقت وتعبت يا زايد باشا، انا همشي بقى عشان تبقوا انتم مرتاحين اكتر من كده، وهو تيجي بقى براحتها اللي يتلزق فيك ويتغزل فيك، ان شاء الله حتى تتجوزوا وانا ماليش فيه. تمشي وتروحي فين؟ وايه الشنطه دي؟ همشي واروح بيتي، الحاره بتاعتي من تاني، انا قاعده هنا بس عشان خاطر اتعب وبسببك. ابقى سلملي على زين وقول له ان انا هاجي وهشوفه دايما عشان هو اكيد هيوحشني. قالت كده وعدت من قدامه مسكها من دراعها وهو بيقول لها بزعل: طيب وانا هتسيبيني وتمشي يا حب؟ كده او كده انا مش فارقه لك يا زايد باشا، عن اذنك. قالت كده ومشيت وهو فضل واقف متضايق ومش عارف يتصرف ازاي. عدى فتره وهي كانت رجعت بيتها من تاني وكانت مكتئبه قوي، ما بتعملش اي حاجه ودايما بتفتكره وبيبقى وحشها قوي.
ركب عربيته هو وزين وراح الحارة عندها وسأل على بيتها، وطلع يجري هو وزين وخلى زين هو اللي يقف لوحده، وهو بقى كان مستخبي. خبط على الباب، قامت فتحت حب، وأول ما شافت زين فرحت قوي، وهو قال لها بكل حب: وحشتني قوي قوي يا حوحو. ابتسمت وهي بتقوله: زينو حبيبي، وحشتني قوي قوي. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني قوي يا واد يا مية انت. وكانت لسه هتدخله وتقفل الباب، لقت زايد داخل وهو بيقول بابتسامة: طب وابوه طيب ملهوش من الحب جانب ولا ايه؟ تنحت اول ما شافته وابتسمت بكل حب، وبعدين كشرت بسرعة جدا وربعت ايديها وقالت بسماجة: خير يا زايد باشا، جاي ليه؟ ولا هي بقى السنيورة بتاعتك ما جاتش عندك تاني؟ قرب منها ومسك ايديها وهو بيقولها بكل حب: كنت فاكر ان انا مش هحب من تاني، لكن وقعت واقف. جيت في وقت انا مش عارف انا مين فيه، وكنت بارد قوي، ما كانش فيه اي امل. لو كان في وقت تاني كنت خدتك في حضن ليالي، بس انت كسرت روتيني لما بصيتي في عينيا وقربت منك. حسيت ان انا في الجنة. انت تفتكر ممكن يجرالي ايه لو رفضت العرض اللي انا هقدمه لك دلوقتي؟ بصيت له باستغراب وهي بتبتسم ومش مصدقه اللي هو قاله ليها. عرض ايه يا زايد؟ لكن هو قرب منها وهو بيقولها بكل حب وصدق: تتجوزيني يا حب، اسمك اسم على مسمى، ما حدش هيندهلك بيه بعد كده غير انا وبس يا مدام زايد. ابتسمت جامد جدا وكانت فرحانه قوي، وبعدين ضحك وهو بيقول لها: اخر حاجه استني. بصت ليه باستغراب ولقيته غمز ليها وبيبتسم: يا بت انت مراتي. احلى حاجه ان انت فاكر، ظابط شاطر جدا وتاخد 10 من 10 ونجمه وبس. وماله، انا دايما بحب احط التاتش بتاعي، يا اغلى حب في عمري. وكانوا فرحانين جدا ان هم اخيرا بقوا مع بعض. ميرا كانت قاعده في البلكونه وماسكه الجورنال. يوه، جورنال طويل عريض ما فيهوش وظيفه واحده ليا. انا نفسي افهم ليه كده. وفي الوقت ده دخلت عليها اختها ندى ماسكه بواريك ولبس جدتهم. ايه مالك يا ندى؟ في ايه يا حبيبتي؟ ماسكه هدوم تيتا كده ليه؟ وجبتي الباروكه دي منها ازاي يا سوسه؟ هو مش انتي برضه عاوزه تشتغلي يا حبيبتي؟ اهي دي بقى هدوم الشغل بتاعتك الجديده. يلا قومي، يلا غيري هدومك عشان خاطر اوديكي الشغل. ليه ان شاء الله؟ تكونوش هتشغلوني اراجوز ولا ايه؟ ايه الشغل اللي عايزني البس هدوم تيتا ده؟ صاحبه الشركه عندي يا ستي عايزه مدرسه لعيال بنتها اللي مسافره امريكا، وانا مش هخليكي تروحي هناك الا ما تلبسي اللبس ده الاول. لا، ده انت اكيد بتهزري، انا مش هعمل كده طبعا. براحتك يا حبيبتي، هما كانوا عارضين مرتب 6000 جنيه. اروح اشوف حد غيرك بقى يروح يشوف الوظيفه الجامده دي. وحياة ابوكي انت بتتكلمي بجد؟ طيب يلا بينا، يلا نروح. بس ليه يعني لازم البس اللبس ده؟ ها، هو انا هدومي في الدولاب اثرت معاكي في حاجه مثلا؟ لما تروحي هتعرفي كل حاجه. وبعدها فعلا لبست اللبس ورحت، ولقيت ندى في الجنينه بتقولي: يا بنتي اهدي شويه، حرام عليكي، بقى في واحده عندها 50 سنه برضو بتمشي بالطريقه اللي انت بتمشي بيها دي؟ ده انا نفسي اتقطع من الجري وراكي يا بعيده. معلش يا اختي، اصل اول مره اكبر في السن فمعرفش مشيتهم عامله ازاي. بقولك ايه، انا لبست اللبس، سيبيني امشي براحتي بقى، وبعدين انا حرانه قوي من اللبس ده. اخلصي وامسكي العكاز ده وادخلي بيه، وعايزاكي جوه تتكلمي بالراحه شويه، المفروض يعني ان انت كبيره في السن. والله العظيم انا ما فاهمه اي حاجه خالص، بس الصراحه بقى محتاجه للمرتب، ما اقدرش اقولك لا. وفعلا دخلوا هما الاتنين وقابلوا كوثر. يا مساء الخير يا كوثر هانم، امينه جدتي اللي قلتلك عليها، وشاطره جدا والله. وساعتها بصت كوثر من فوق لتحت وقالت: وعلى كده بقى مسحتوا الجزم بره قبل ما تدخلوا؟ ضوافركم نضيفه، شمميني ريحه بقك كده عامله ازاي؟ ايه ده، هو في ايه؟ الست دي هبله ولا ايه؟ ايه مالها يعني بريحه بقي؟ وبعدها لسه غسل اسناني بمعجون جايباه ب 17 جنيه ونص من محل بيبيع كل حاجه ب 2 جنيه ونص. يخرب بيتك، اخرسي خالص، ايه الهبل اللي انت عماله تقوليه ده؟ وبعد كده بصت لكوثر وقالت لها: ايوه حضرتك، عملنا كل حاجه. المهم كنت عايزه اعرفك بميرا، اقصد امينه جدتي. جدتك في عينك يا بعيده. طب والله العظيم، والله العظيم لولا الفلوس ما كنت عرفت انا هعمل فيكي ايه. وبعدها نزل احمد وبصت ميرا وقالت: نهار اسوح، ده مين الواد الموز اللي هناك ده شبه شاروخان قوي يا بنت. يا بنتي بطلي شويه بقى، حرام عليكي، ده انا كده هترفد من عندها من الشركه بسببك. طب والله حلو قوي الكلام ده، اترفدت ومالكيش دعوه، وانا هروح مكانك، ها ايه رايك؟ وساعتها قرب احمد من امه وقال لها: ازيك يا ماما، عامله ايه؟ انا خارج، كنت عايزك تروحي الشركه لان انا اليومين دول مش هقدر اروح. بقول لك ايه، انت لازم تروح للمحامي عشان تشوف موضوع القضيه بتاعتك. هو انا مش بدفع فلوس؟ يبقى خلاص يا ماما بقى، في ايه؟ ايه ده، هي مين المزه الحلوه اللي هناك دي؟ ايه ده، هو انت مش عارفني يا استاذ احمد؟ انا
اخرسي، ما انا عارفك، انا بتكلم على الحلوه التانية اللي واقفه جنبك دي. امك. قال كده وراح واقف جنب ميرا. ارحمني يا رب، حرام عليك يا ابني، اجيب واحده عندها كام سنه عشان تسيبها في حالها. خلاص خلاص انا ماشي اهو. منوره يا مزه والله. وبعدها راح مزغزغه في جنبها، راحت ميرا هوب كانتالوب كانت نزلت عليه بالقلم على وشه. يا ليل الادب يا سافل، منك لله وديتيني في داهيه يا بعيده. ايه ده بقى؟ انا عايز اعرف الصوت ده جه منين. شفت تيتا بتعرف تتكلم من بطنها، قال لها هو فين العيال اللي انا هذاكر ليهم يعني. وبعدها مشي احمد وطلعت ندى وميرا. منك لله ندى الكلب بقى جايباني بيت واحد، ضحك على المدرسه اللي كانت قبلي. انا مش هقعد هنا دقيقه واحده. والله بقى براحتك، بس المرتب ده عمرك في يوم من الايام ما هتلاقيه في حته. يا جزمه بقى مسكاني من ايدي اللي بتوجعني. هما كام شهر الامتحانات وتخلص وبعدها تمشي، وطول ما انت قاعده بلبسك دوت مفيش اي حاجه هتحصل. ماشي يا اختي، فين العيال بقى؟ وبعدها دخلوا العيال. انت بقى المدرسه الجديده؟ ده انت موز بقى بصحيح زي احمد ما قال. لا مش انا المدرسه قاعده هناك اهي. اهدى، انتوا جايبين واحده من القرافه تذاكر لينا ولا ايه؟ تحبي يا ام اجيب لك محلول؟ شكلك لامت زي احمد. تعالى هنا يلا اقعد، اخلص يلا، كل واحد يعرفني بنفسه ويعرفني هو في سنه كام بالظبط. انا في كي جي 2 ومازن في 4 ابتدائي وسيله في 2 ابتدائي. تمام قوي. وبعدها فضلت اراجع عليهم وحسيت ان الجو حر قوي، شلت الباروكه من غير ما اخد بالي ولقيت العيال عماله تبص ليا. ايه مالكم يا عيال، في ايه عمالين تبصوا عليا كده ليه؟ بصي في المرايه شكلك قمر ازاي. بس حواجبي. نهار اسوح، والنبي مش عايزه حد يعرف اي حاجه، اللي هتنستروا محدش يقول اي حاجه. ما تخافيش، مش هنقول لحد، انا هقول لاحمد وبس. لا اللي هتنستر ده بقى بالذات لا، مش عايزاه يعرف حاجه خالص، بالله عليك اوعى تعمل كده. وبعدها دخلت كبيره البيت وهي ثانيه. البسي بسرعه. ده اهدى يا ولاد، مين العجوزه دي؟ ايه ده، هي مين العقربه اللي هناك دي؟ بس اسكتي، دي المدرسه يا ماما تيتا. هي الوليه اللي اسمها كوثر دي جابتها كبيره عشان احمد ما يتجوزهاش. طب والله احمد طيب وحنين، بس هو اللي مش لاقي بنت الحلال اللي تعقله. يعني هو لو كان كويس كان عمل اللي هو عمله ده؟ ما هو لقاها بنت سهل، كان لازم يعمل معاها كده. هي برضو كانت طمعانه فيه، وهي كانت عايزه تخليه يعمل معاها كده عشان خاطر تتجوزه. وبعدها احمد دخل. هو انت هنا يا تيتا؟ ده انا عماله ادور عليكي. ايه ده، هو انت لسه قاعده يا ست انت هنا؟ وانا بقى مش هخليها تمشي من هنا خالص، بالس مولس هتقعد معانا على طول. هو مين اللي قال الكلام ده ان شاء الله؟ اصلا انا ليا واحده زميلتي كانت بتلبس باروكه. ايوه طبعا يا حبيبه قلبي، هبات معاكي وهنام في حضنك كمان. قصر لسانك بقى يخرب بيتك. هو انت مين يا واد انت؟ وانتم مين؟ شكلكم كده خاطفيني ودوني عند عيالي ربنا يخليكم. ايه ده، هو حد جه جنبها ولا في ايه بالظبط؟ اصل تيتا عندها زهايمر ومش بتفتكر كتير. احمدي ربنا بقى ان افتكرتك شويه اللي كانت قاعده معاكي فيهم. طيب انا تعبانه وكنت عاوزه انام شويه. طيب تمام، تعالي معايا اوريكي اوضتك فين. لا انت بالذات لا، وملكش دعوه بيا. انت فاهم يا ست؟ توكس وتركني على جنب، وانا اصلا ممكن ابصلك بشكلك اللي انت فيه ده. وريني كده بقك في كام سنه. قال لي كده وبعدها سابني ودخل على الاوضه. اما بقى في اوضه العيال دخل مازن. هو انا بقى ممكن اعرف انت بتفكري في ايه بالظبط؟ انت عاوزه تعملي ايه يا جودي؟ احمد لازم يتجوز، وميرا بقى شكلها حلوه جدا، وفيها ايه يعني لما يتجوزها؟ بس هي بقى كدابه وكدبت علينا. انت مش شفتي هي عملت ازاي وقالت ان هي ست كبيره في السن؟ هي كان لازم تعمل كده يا مازن عشان تحافظ على نفسها. انا معاها في اللي هي عملته. وتاني يوم دخلت ميرا عشان تاخد دش، وبعدها خرجت لقيت ثانيه قاعده على السرير. يا خبر ابيض، ده انا نسيت البس الباروكه. ازيك يا تيتا، عامله ايه؟ هو انت مين يا بنت انت؟ ده انا كنت جايه للحاجه اللي هنا عشان اتكلم معاها. انت ما تعرفيش هي راحت فين؟ الحمد لله يا رب ان هي عندها زهايمر، فاكيد مش هتفتكرني خالص. انا هروح وهلبس الباروكه وهتفتكرني ان انا الست الكبيره. كان غيرك اشطر يا فلح. ما هو انت زي ما انت عامله اللي فيها الست الكبيره، انا كمان عامله فيها ان انا عندي زهايمر. يا لهوي ياني يما. يعني ايه؟ يعني انت ما عندكيش زهايمر ولا حاجه؟ امال بتكدبي عليهم ليه بس؟ زيك بكدب عليهم لنفس السبب اللي انت بتكدبي علشانه. نهار مش فايت، انت كمان خايفه من اللي ما يتسمى اللي اسمه احمد ده؟ لا انا كنت
يعني كنت عارفة 2 في نفس الوقت واتخطبت ال2 في نفس الوقت وانا في سني ده؟ لا، استني بقى اغير هدومي واجي ليكي وتفهمين على كل حاجة. الموضوع مش مستاهل يا بنتي، كل الحكاية ان انا حطيت نفسي في موقف وحش فاتدبست في ال2، وبعدين عملت ان انا عندي زهايمر عشان اخلص برضو من ال2 ومحدش يقول عليا وحشة. حلو الكلام ده قوي بقى، انت لو هتقولي عليا انا هفضحك. تمام يا تيتا؟ انت غبية. هو انا لو عاوزة كنت هاجي واقولك ان انا مش عندي زهايمر، بس انا عايزة فعلا مدرسة للاولاد. تمام، وانا هفضل عاملة دور تيتا امينة لحد ما الاولاد يخلصوا دراسة السنة دي واكون انا كمان لقيت شغل احسن. يبقى تمام، اتفقنا. تمام يا تيتا ثانية. وبعدين نزلت ثانية وقالت لاحمد: هو انت ما رحتش الشغل بتاعك ليه النهارده؟ انا كنت سهران طول الليل كله بره ولسه صاحي، اول ما هفوق هروح على طول. تروح فين يا حبيبي؟ ما تخليك قاعد. ايوه ما انا قاعد اهو. وساعتها نزلت ميرا وقالت: امال جودي ومازن فين؟ احنا عندنا درس مهم. لا، ما هم في المدرسة، انت عندك الوقت اللي بعد المدرسة يا تيتا. انا ممكن استغل الوقت ده وادي لك انت درس في الاخلاق اللي عمرك ما سمعت عنه. نعم، هو انت بتقولي ايه يا حاجة انت؟ عيب عليك يا ابني، دي ست كبيرة في مقام امك، هتاخد عليها يعني؟ ماشي يا تيتا، على العموم انا طالع اوضتي ومش عاوز دوش عشان هنام. قال لنا كده وطلع على فوق. خف شوية على احمد حفيدي، هو طيب وكويس والله. لا، ما هو باين عليه، ده انا هو شكلي اكبر من امه وعينه ما نزلتش من عليا، وانا مش بكره في حياتي غير الرجاله اللي عينيها زايغه. وما لحقتش اخلص كلامي وكنت وقعت ورجلي اتلوت، وندهت ثانيه لاحمد اللي جه وقال: طب والله العظيم انتوا اصلا بتهزروا بقى، جايبين واحده مش قادره حتى انها تمشي وعايزينها تذاكر لاخواتي. ايه في ايه يا ابني؟ انا اتزحلقت، انما انا بقى امشي احسن من بلدك. ثانيه اتكلمت بكل خبث وقالت له: شيلها يا احمد، شيلها يا حبيبي ودخلها على اوضتي لحد ما اطلب ليها الدكتور. يشيل ايه يا حاج؟ ركزي في كلامك الله يسترك، يشيل ايه بس؟ لا، ما هو الحمد لله انت مش تخينه، تعالي. ولا وربنا لو قربت مني لكون عامله لك كفته يا حاجه ثانيه، ما تتصرفي. يوه، الا من ثانيه دي يا بنتي بقى كده. ماشي، هو انت يا عسل خليك في حالك، انا هقوم لوحدي. بس احمد ما سمعش كلامي وقرب مني وشلني. يا حاجه ما تسكتي بقى، ده انت ايه ده ايه القمر ده؟ ما انت حلوه من قريب اهو، ده انت بس تصبغي شعرك وتقلعي النضاره دي وهتبقي وتكه. وساعتها اتوترت جدا وكنت هموت من الخوف. لو سمحت يا ابني، يا تنزلني يا توديني اوضه جدتك. لا، هو انت بتتكسفي؟ دي مراهقه متاخره بقى دي ولا ايه؟ قلب وش ميرا احمر واحمد وداها اوضه جدته. وجت الشغاله لثانيه وقالت لها: ها يا ست هانم، مرتاحه كده لما الحاجه كانت هتروح فيها؟ حاجه مين يا بنتي؟ هو انا كنت طلبت منك حاجه؟ يا لهوي يا هانم، مش انت اللي قلتي لي حط ليها زيت على الارض عشان الحاجه امينه تقع؟ انا يا بنتي اتقي الله يا بنتي، ده انا ست كبيره ورجلي والقبر، هعمل كده برضو؟ ما هو انا اللي غلطانه اني بسمع كلام حضرتك. وهي مشيت وثانيه قالت: ده كده فل الفل، الواد احمد هيحبها يعني هيحبها. اما بقى في اوضه ثانيه كانت ميرا ماسكه رجليها، واحمد دخل وهو ماسك كريم في ايده وقال لها: افردي رجلك يا حاجه امينه. احي، الله يخرب بيتك يا بعيد، انت كنت طلعت لي من انهي الخراب؟ يعني هو لازم يعني ولا اقول لك هات انا هحطه لنفسي؟ خايفه من ايه بس يا تيتا؟ من همي هبص لواحده اكبر من امي كمان. افردي رجلك يلا. وما ادانيش حتى فرصه ان انا ارد عليه، وكان مسك رجلي وفردها. ايش لا، من حقك تخاف عليها يا حاجه، ده انت رجلك احلى من رجل مايا دياب. راحت ميرا زقته وقالت له: انت قليل الادب، اطلع يلا بره. هو انا ليه حاسس بحاجه غريبه كده من ناحيتك؟ ها؟ وربنا تاني لو كنت قربت مني لا هكون مصوته ولما عليك البيت كله. اتلم بقولك. اوكي خلاص، ده انا كده هتشبه على الفاضي. امسكي يا ست الكريمه اهو. قال لي كده وسابني وخرج من الاوضه. يا لهوي الواد قمر يا ناس ويتحب، بس لا انا مش فارسه سهله على فكره. وبعد شويه جم عليا مازن وجودي. مازن قال لي وهو قلقان: عامله ايه يا ميرا؟ تيتا ثانيه قالت ان هي هتخليكي في اوضتها النهارده لحد ما رجليكي ما تخف. تمام، هقعد هنا لحد بكره، بس بعد كده هرجع البيت واجي لكم في ميعاد الدرس، عشان انا كمان عندي اهل مش بيقلقوا عليا خالص على فكره، بس برضو انا لازم اروح بسرعه ليهم. اوكي، من هنا لبكره احنا هنكون لحقنا. نعم، لحقتوا لايه بالظبط؟
يعني قصدها يعني هنكون خلصنا جزء كبير من المذاكرة. طيب بحيث كده بقى روحوا غيروا هدومكم واتغدوا وتعالوا يلا عشان نذاكر. بس كده انتي تأمري يا مزة. وطلعوا وجودي قالت كويس قوي وانت لحقتني يا مازن، انا كنت هبوظ الخطة. ده انت كنت هتبوظيها خالص. انا بس نفسي اشوف احمد بقى شكله ايه لما يعرف ان ميرا مزة، هيحصل ايه يعني بالظبط. انا بجد خايفة عليها قوي منه. وبعد شوية كانت خلصت جودي ومازن الدرس مع ميرا وقاموا وقالوا هو انت بقى هتنامي ولا هتعملي ايه دلوقتي يا ميرا؟ انا هاخد شاور وهنام شوية وبعدين هصحى واقرا الرواية بتاعتي لحد ما انام بالليل. الصبح همشي واجيلكم اخر النهار. تمام؟ ده كده فل قوي. يلا بينا بقى يا جود عشان نلحق نذاكر. ومشيت جودي هي ومازن، وميرا قامت وقلعت الباروكة والنضارة وفردت شعرها الطويل واخدت عباية خفيفة من بتوع ثانية ودخلت عشان تاخد شاور. وبره راحت جودي لاحمد وقالت له شفت اللي حصل لتيتا فوق؟ ايه يا بنتي مالها تيتا؟ حصل ايه بالظبط؟ تعبت فجأة وسخنت جدا ودايخة وبترجع كمان. يا نهار مش فايت، جدتك حامل يا بت؟ هي ايه دي اللي حامل؟ ما تتلم. بص انت اطلع اطمن عليها واقعد معاها لحد ما انا ومازن نكلم الدكتور. اوكي، وكلمي ماما كمان تيجي برضو. لا ماما جت ونايمة، وتيتا لما بتشوف ماما بتتعصب اكتر. طيب تمام، انا طالع بسرعة اهو، بس كلموا الدكتور عشان انا متأخر ولازم امشي. وطلع احمد فوق ومازن وجودي فضلوا عمالين يضحكوا. واول ما دخل احمد لقى الباروكة والنضارة على السرير، وبعدين لقى باب الحمام بيتفتح فراح استخبى ورا الستارة بسرعة. وطلعت ميرا وكانت لابسة عباية خفيفة وشعرها مفرود. احمد قال لنفسه يا بنتي الايه يا جامدة، وكل الجمال ده مخبيه مني؟ انا بقى هوريكي ازاي تعملي فيا انا كده. وبعدين نامت ميرا واحمد طلع بكل هدوء على بره وقابل جودي ومازن ومسكهم من قفاهم وقال لهم عارف يا اوزع منك ليها، لو امينة عرفت ان انا عرفت الحقيقة انا هنفخكم. امين ما اسمهاش امينة، اسمها ميرا. ماشي يا شبر ونص انت. على العموم انا معرفش حاجة، فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا موافق، بس امان عليك تلم نفسك، احنا بسببك مستقبلنا الدراسي هيتدمر. امشي يا واد منك ليها، امشي يلا من قدامي. وتاني يوم الصبح لبست ميرا هدومها وكانت طالعة، بس قابلتها كوثر وقالت لها على فين يا مدام امينة؟ هو مش انت هتقعدي مع الولاد برضو؟ انا عايزه اعرف بس مين اللي مفهمكم ان انا ماليش اهل يا جماعه، انا لازم امشي اروح بيتنا، انا وحشتني اوضتي. ونزل في الوقت ده احمد وقف جنب ميرا وقال تيتا معاها حق يا ماما، انا هوصلها في طريقي. نهار اسوح، يا عيني عليك يا ميرا. لا بقولك ايه، اسمه دي كده قدام الواد الموز ده. لا شكرا يا ابني، انا هروح لوحدي، اصلا انا طلبت اوبر بره. وساعتها دخل مازن من بره وقال كان في اوبر بره، جودي اخدته وراحت به النادي. اي خدمه يا ابو حميد. هو ده بقى يا ابني اللي انا طالباه؟ طب هروح ازاي انا دلوقتي؟ خلاص يا مدام امينه، احمد هيوصلك في طريقه، والنهارده كده اجازه الاولاد، فما فيش اي داعي ان حضرتك تيجي النهارده تاني. احسن برضه. احمدي ربنا ان هي ما سمعتكيش، ويلا بينا عشان نلحق اوصلك وبعدين اروح على شغلي. وطلعت معاه ميرا وركبت العربيه، ولقيته فجاه قرب منها وقال حزام الامان يا تيتا، لازم تحطي حزام الامان. طيب يا ابني انا هحطه، ممكن بقى انت تبعد عني؟ احمد غمز لها وقال لها الله ليه بس الكسوف ده يا تيتا، ده انا زي ابنك وابن ابنك كمان. رحت زقته وقلت له يا عم اوعى بقى، واوعى تقرب مني كده تاني، والا والله ما تعرفش انا هعمل فيك ايه. يا تيتا انت ليه بس فهماني غلط؟ بقى هسيب الموزز دي كلها وابص لك انت يا تيتا، وعلى ايه يعني ان شاء الله؟ والله ده ربنا بيحبني اصلا، خليك في حالك بقى وتفضل وصلني. وساق احمد العربيه ووصلها عند بيتهم، وقبل ما تنزل قرب منها وبسها في خدها وقال لها هتوحشيني قوي قوي يا تيتا. ميرا وشها احمر جدا من كتر الكسوف والصدمه. انت تعرف يا ولد، انت لو عملت كده تاني انا هرنك علقه، مفيش دكتور في مصر هيعرف يخليك تتعالج منها. يا باي عليكي، عنيفه قوي انت يا تيتا امينه. نزلت من العربيه وانا متعصبه قوي، واول ما دخلت الشقه بتاعتنا مسكت ندى من قفاها وقلت لها بقى مودياني يا كلبة الكلاب انت يا سيد قشطه، عند واحد بتجر ورا اي هاء مربوطه، اعمل فيكي ايه يا ندى الكلب؟ ها لا اوعي تقولي ليا ان انت عجبتيه باني يلوك اللي يقرف دوت. هو ده بيرحم حد؟ ده خلاص ناقص يقولي تعالي نضرب ورقتين عرفي. الف مبروك يا حبيبتي. انت بتهزري يا ندى صح؟ ده انا يوم كمان والله اعلم ايه اللي هيحصل فيا. تلاقيه بيهزر يا ميرا، احمد دمه خفيف والله. وبعد كده طلعت جدتهم امينه وقالت هي مين الست دي؟
لا وكمان سرقة حاجتي، ده انت يومك مش معدي على خير النهارده. فوقي كده يا تيتا واهدي بالله عليكي، انا ميرا بنت بنتك والله العظيم، وكمان بلعة بنت بنتي، سيبوني عليها. يا ندى اتصرفي بقى، هو انا كنت ناقصه؟ اهدي يا تيتا ابوس ايدك، دي ميرا وكانت واخده الهدوم والحاجه بتاعتك في شغل جديد بتاعها. لا ده انتوا اقعدوا كده بقى وفهموني اصل الموضوع ده ايه بالظبط. انا اتبهدلت يا تيتا، حفيدتك خلاص راحت فيها. وبعد شويه كانوا قاعدين بيفطروا والجده كانت متضايقه جدا وقالت لهم انا قلت كلمه وخلاص يا ميرا، مش هتروحي هناك تاني يا بنتي، عايزاني يا بت اوديها لنفس الواحد نسوانجي. هو انا قلت كده برضو؟ بس انت يعني عاجبك قعدتي كده في البيت يا تيتا من غير ولا شغله ولا مشغله؟ ايوه عجباني، ويا تلاقي شغلانه محترمه يا كل واحد فينا يروح لحاله. طيب والله انتوا كده بتقللوا مني انا يا جدعان قدامهم. طيب ما تيجي تروحي انت يا تيتا مكانها. لا يا حبيبتي انا حلوه يبان عندي كده بتاع 30 سنه وكمان ارمله وبيطمع فيا بسهوله. طب وربنا لو انت رحت يا تيتا لا يكره الصنف بتاع الستات ده كله. وتاني يوم في بيت احمد كان قاعد بيفطر مع اخواته وامه وجدته اللي متضايقين. الله، هو في يا جماعه انتوا زعلانين قوي كده ليه؟ يعني انت يعني مش عارف ليه؟ انت من ساعه ما رحت توصل المدرسه بتاعتنا وهي رفضت ان هي تيجي هنا تاني. انا بجد مش فاهماك يا احمد، وليا عجوزه زي دي عجبك فيها ايه ان شاء الله عشان تعاكسها؟ لا ثواني كده، هي كلمتك وقالت ليك ان هي سابت الشغل دوت بسببي انا؟ لا مش هي اللي كلمتني يا احمد، دي ندى حفيدتها وقالت لي ان رجلها وجعتها ومش هتقدر تشتغل من تاني، بس كان باين قوي عليها ان هي بتتلكك. وقفت وقلت لهم طيب خلاص اطمنوا، انا هعرف احل الموضوع ده كويس جدا. هو انتوا مين يا جماعه وبتعملوا ايه هنا في البيت بتاعي؟ احنا جايين نفطر وماشيين. صباح الخير يا تيتا. ثانيه اتكلمت بخبث وقالت اصل ميرا كانت قايله لي امها هتتجوز قريب، بس هي مين ميرا دي؟ انا مش فاكراها. ميرا مين بس يا طنط؟ بس لو سمحتي اسكتي. مازن اتكلم بصوت واطي لاحمد. انت لازم تتصرف، البنت هتروح منك، لازم تروح تقول لها ان انت عارف كل حاجه. ايوه يا احمد لازم تعمل كده وتقول لها كمان ان انت بتحبها. انت تخرس منك ليها، والهانم بقى انا هعرف اخليها ازاي تتجوز كويس. هو انت بتتكلم عن مين يا حبيبي؟ زغرات يا ماما، انا قررت اتجوز. قال كده وطلع بسرعه اخد عربيته وراح لبيت ميرا. هي مين ميرا دي يا عيال اللي هو عاوز يتجوزها؟ انا مش فاهمه حاجه. ما هي يا ماما امينه تبقى ميرا، وكانت عامله فيها كبيره في السن عشان خايفه من ابنك. معقول الكلام ده؟ وبعدها احمد كان وصل عند ميرا، خبط على الباب وهي اللي فتحت له. نهارك مش فايت، انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت تعرفيني؟ ايوه اعرفك، تيتا امينه قالت لنا عليك، يعني تعال ادخل عقبال ما ناديها ليك. دخلت جري على الاوضه بتاعتي. ايه يا بنتي مالك؟ شكلك عامل كده ليه؟ انت عارفه مين اللي بره؟ ده انت ليلتك في حلقي معايا، اوعي تقولي ليا ان احمد بره. ايه ده؟ هو انت يا بنت انت عرفتي منين ان هو؟ معقول بجد؟ ده انا بهزر والله ما اعرفش ان هو فعلا. طب هو عاوز ايه الواد ده بالظبط؟ اكيد طبعا جاي عشان خاطر يرجع امينه. المهم انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ البسي لبس تيتا واخرجي قبليه واتكلمي معاه. طيب تعالي ساعديني، انا مش قادره اعمل اي حاجه خالص. وبعدها لبست وخرجت، وكان احمد قاعد مع تيتا امينه اساسا. الله يا عبد الله، يخرب بيت فارك يا واد انت. ما كفايه بقى، تعالي يلا اقعدي يا امينه. اسمي امينه. يوه ما كفايه بقى اللعبه التافهه دي، ما انا خلاص عرفت كل حاجه يا ميرا، بجد والله ما تعرفيش انا حبيتك ازاي. ده ايه الكلام ده؟ هو انت عرفت منين ان انا ميرا؟ شفتك في الفيلا والله، بس قلت لا انا لازم اتجوزك وبالحلال. تتجوزني انا؟ انا بحبك جدا والله، وربنا لوحده اللي يعلم، ونفسي كمان ان انت توافقي عليا. قال لي كده وقلعني الباروكه. ايوه بس يا احمد برضو انت عليك قضايا كتير قوي. خلاص والله العظيم من النهارده انا هكون انسان تاني ملتزم، مش عايز اي حاجه من الدنيا غيرك انت وبس، وهفضل طول عمري اصلي وادعي ربنا ان هو يسامحني ويغفر لي على كل اللي حصل ده. وفعلا بعدها احمد وميرا اتجوزوا وعاشوا مع بعض اسعد ايام حياتهم. اوضه في المستشفى كانت متزينه باللون اللبني وبلالين كتير قوي. كان في شاب طول بعرض بعضلات، كان شكله وسيم جدا، عنده دقن مميزه وشعره اسود وكثيف، ملامحه جذابه جدا. كان لابس قميص فورمال وبنطلون. اسمه يوسف وعنده 30 سنه. يوسف كان واقف وفرحان جدا وهو شايل ابنه اللي لسه مولود من دقايق. بص يا ملك، بصي امور ازاي، شوفي شكله عامل ازاي وعمال يتمطع، ايه رايك لما نسميه زين؟ لكن ملك ردت عليه بعدم اهتمام. سميه اي حاجه مش هتفرق يعني، وبقول لك ايه، انا مش قادره ومصدعه ومش ناقصه انا رغي كتير جنبي. يوسف بيبص لها شويه وبيسكت، وبعد شويه بيقرب ناحيتها بالطفل. طب خدي اكليه، ده شكله جعان قوي،
بصي بدأ يعيط ازاي. بس يا جميل بس، انت جعان انت؟ خلاص المام جايه اهو وماما هتجيب لك المام. اوف، مامي ايه وزفت ايه؟ انا مالي يعني؟ يعني ايه اللي مطلوب مني اذا كان جعان ولا متنيل؟ رديت عليها وانا مستغرب لها جدا وبقرب منها البيبي. يعني ايه اللي مطلوب ايه يعني؟ اكليه زي ما اي ام في الدنيا لما ابنها بيجوع بترضعه. ابنك محتاجك. ايه؟ لا طبعا، انا مستحيل ارضعه اساسا. انا مش هبوظ جسم انا عشان كده، انا مش بقرة. كفايه ان انا تعبت في الحمل والولاده. كنت بسمع منها كل كلمه وانا واقف مصدوم ومش مستوعب. نعم؟ انت بتتكلمي بجد؟ ده ابنك يا حبيبتي، ده هو مش محتاج منك غير لبنك دلوقتي. انا بجد مش فاهمه انا بشرح لك ايه اصلا. دي فطره، الامومه دي فطره. انت بجد انانيه قوي. لكنها ردت عليا بكل هدوء. انا مش انانيه، انا بس بفكر في نفسي. انا مش عايزه جسمي يتغير وما يرجعش زي ما كان، ومش عايزه المشاكل اللي بتحصل مع الرضاعه دي. وبعدين في لبن صناعي ممكن نشتريه عادي على فكره. لبن صناعي ليها؟ هو دلوقتي محتاج لرضاعه طبيعيه اللي موجوده عندك زيك زي اي ام، اللي ربنا اساسا مديها لك عشان دي الافيد ليه. ده مش مجرد لبن وبس، دي علاقه بينك وبينه. انت ايه يا شيخه؟ ده حتى الحيوانات عندها رحمه اكتر منك. الام فيهم بتعمل المستحيل عشان خاطر تحمي عيالها وترعاهم. هو انت سامع انت بتقول ايه يا يوسف؟ بقى انت بتقارني انا بالحيوانات؟ انا باخد ادويه عشان احافظ على جسمي اللي باظ في الحمل. قالت له كده وبصت الناحيه التانيه بكل برود وكملت كلامها وقالت: واظن بقى ان ده حقي. ما انا مش هخلي حياتي كلها تتغير علشانه هو. جسمي ايه وادويه ايه وزفت ايه؟ انا بجد مش فاهم اي حاجه. بقى انا بقولك الولد ابنك يا بني ادمه جعان. هو انت بتتكلمي جد ولا بتهزري ولا في ايه بالظبط؟ والله اكيد انت اللي بتهزر. مش كفايه ان الحمل بوظ لي جسمي وشكلي وهرموناتي، كمان عايزني ارضع واغير؟ شوف حد يهتم بابنك. وبعد اذنك بقى سيبني شويه عشان انا محتاجه ارتاح وتعبانه ومش قادره. وفي نفس الوقت الولد كان عمال يعيط من الجوع بصوت عالي جدا ومش عايز يسكت خالص. يوسف بيزعق وهو بيمسك ايديها جامد. يا هانم فوق لنفسك، ابنك مفطور من العياط. هو انت مش سامعه ولا انت اترشيتي؟ يا شيخه ما تخلي عندك رحمه، ده الحيوانات عندها رحمه عنك. انا بجد ما شفت زيك ولا هشوف. ده ابنك، يعني لحمه من لحمك، وهو دلوقتي اضعف من ان هو يطلب منك اي حاجه. اتقي الله فيه. لكن ملك بيكون عندها راي تاني، بتغطي وشها في البطانيه وبتنام ومش بتهتم ابدا بصريخ الطفل. يوسف كان واقف مصدوم جدا منها وفي نفس الوقت متعصب جدا وعلى اخره، لكن كان خوفه على ابنه اكتر بكتير. وبيخرج بره وبيحاول يجيب له لبن صناعي وبيفضل جنبه لحد ما بيروح في النوم ويهدى خالص من العياط. وبعد فتره في الصاله يوسف بيدخل بكل عنف وكان غضبان جدا وعلى اخره. ملك كانت قاعده على الكنبه بكل هدوء وهي ماسكه الموبايل بتاعها. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، احضر لك العشاء ولا انت اكلت بره؟ هو انت ازاي تعملي كده ها؟ ازاي تسيبي ابننا عند الجيران وتروحي الشغل وكأن مفيش اي حاجه حصلت؟ لكن ملك ردت عليه بكل برود من غير حتى ما تشيل عينيها من على التليفون. وايه المشكله؟ هما هياكلوه يعني؟ وبعدين هما ناس كويسين على فكره، ايه اللي حصل يعني؟ هما كل الناس بتسيب عيالها عند حد عادي. يوسف رد عليها بكل غيظ وهو عمال يضرب بكف ايده على الترابيزه بكل غل. هو ايه الهبل ده؟ ده ابنك يا بني ادمه اللي لسه ما كملش شهرين حتى، دي حته لحمه حمراء. ازاي تسيبيه عند ناس احنا ما نعرفهمش من اساسه؟ يعني ممكن يحصل له اي حاجه ولا حتى يتعب. هو انت ايه ما بتحسش؟ هو انت ازاي بارده قوي كده؟ يوه، انت بجد مكبر الموضوع قوي وما فيش حاجه حصلت اساسا. وبعدين ايه البديل ها؟ كان لازم اروح الشغل على فكره، مش هفضل قاعده انا في البيت طول حياتي مثلا. كان لازم؟ هو انت ليه بتتكلمي وكأن الشغل ده حاجه اهم من ابننا؟ لو كان حصل له حاجه يا هانم، لو الجيران ما عرفوش يتعاملوا معاه، كان ايه اللي حصل دلوقتي؟ وما فيش حاجه حصلت، وابنك اهو زي الفل، وانا عملت اللي كان لازم اعمله. ولو الموضوع مضايقك قوي كده خلاص يا بيه، اقعد انت بيه او هاتله مربيه، لكن انا بقى مش فاضياله. انا بجد مش مصدق، بجد مش مصدق ان انت ام طبيعيه. هو انت ازاي كده يا بني ادمه انت؟ خلاص بقى مفيش داعي للدراما دي. لو كنت شايف ان انا غلط طيب يا سيدي خلاص انا غلطت. ايه المطلوب مني دلوقتي ها؟ ان انا اعتذر لك مثلا؟ يوسف كان واقف بيبص لابنه اللي مرمي على الكنبه بكل عجز. انا عايزك تفهمي ان سلامه ابننا مش لعبه، وان دي بقى الحاجه الوحيده اللي مخلينا مكملين مع بعض، وعمري ما هقدر استغنى عنه. انت فاهمه ولا لا؟ قشطه، ابقى اطلب بقى من مامتك تبعت لنا مربيه عشان تخلي بالها منه. انا خلاص رجعت الشغل وفي حاجات كتير جدا مستنياني في مستقبلي. تصبح على خير. وابجد ابقى نام جنبه انت النهارده، اصلا انا عندي شغل بدري جدا وعايزه انام كويس واكون مركزه الصبح. يوسف كان مصدوم ومش بيرد عليها، وبعد كده قعد جنب ابنه اللي خده في حضنه وفضل قاعد جنبه طول الليل.
وبالليل يوسف بيتصل بأمه اللي في البلد. يوسف بتوتر: ألو، ازيك يا حاجة؟ وحشتني والله يا ست الكل. وحشتك برضه يا بكاش. طالما متصل دلوقتي يبقى أكيد عايز حاجة. قول يا ضناي، قول عايز ايه؟ قفشان انت كده على طول يا ست الكل. طيب بصي بقى، أنا عايز منك خدمة. أنا محتاج مربية تكون مع زين. وليه إن شاء الله؟ ومراتك ست الحسن والجمال فينها؟ ها؟ مش المفروض تخلي بالها من ابنها؟ يعني الولد ما كملش شهرين وعايز مربية؟ يا ماما بلاش ندخل في الكلام ده دلوقتي. أنا بجد مش قادر أقف من كتر التعب. أنا بس عايز واحدة كويسة تخلي بالها من زين وبس كده. ماشي يا ابني باطن. ما أنا برضه مش هسيب حفيدي أبدا في إيد واحدة زي مراتك. بكرة الصبح هبعتلك الست أم حسن، ست كبيرة وفي حالها، بتفهم في التربية وكمان هتعرف تتعامل مع الولد كويس جدا. ماشي يا أمي، تسلمي لي يا غالية. أنا هبعتلك الست بكرة. خلي بالك من نفسك ومن ابنك. ربنا يقويك يا ابني على ما ابتلاك. تصبح على خير يا ماما. مع السلامة يا حبيبي. وتاني يوم الصبح بتيجي ست أم حسن، كانت في أواخر 50 من عمرها، وبتهتم بزين جدا ومش بتسيبه لحظة واحدة حتى، وهو كمان كان متعلق بيها قوي. يوسف كان دايما بيتصل بأم حسن عشان يطمن على زين، وبيستقر الحال ده لمدة شهرين متتاليين. في شركة يوسف كان بيشتغل بتركيز عالي قوي عشان عنده اجتماع ضروري. بيتفاجئ ان في تليفون بيرن. كانت ام حسن اللي بتتصل بيه. الو، ايوه يا ست الكل، عايزه حاجه؟ زين كويس ولا تعبك كالعاده؟ معلش بقى بنتقل عليك. ام حسن بتوتر وهي شايله زين على كتفها. الو، ايوه يا بيه، الحقني يا بيه بالله عليك، زين تعبان قوي قوي وحرارته عاليه ومش عارفه اعمل معاه ايه. ده انا جربت كل حاجه والولد مش عايز يسكت خالص. ايه؟ طب انت جبت له خافض حراره او حتى كلمت الصيدليه بسرعه؟ والله يا بيه عملت كل حاجه وجربت كل حاجه والواد مش عايز يبطل عياط نهائي. الواد على صرخه واحده والحراره عماله تزيد وانا مش عارفه اعمل ايه. الحقني بالله عليك يا بيه. طيب تمام، اطلعي بسرعه على اقرب مستشفى، والمدام هتحصلك ما تقلقيش وبيطمنيني بالله عليكي. ام حسن بتقفل معاه وبتاخد الولد في حضنها جامد وبتطلع تجري بسرعه على اقرب مستشفى. اما عند يوسف كان عمال يتصل بملك لكنها ما كانتش بترد عليه، واتصل بيها كذا مره لحد ما اخيرا ردت. ملك بكل عصبيه: ايه في ايه يا يوسف؟ رن 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 رن. ما انت عارف يا بني ادم انت ان انا عندي شغل. ايه الزن ده كله يعني؟ سيب الزفت اللي في ايدك ده دلوقتي حالا. ابنك تعبان يا هانم وفي المستشفى وحرارته عاليه جدا ومش عايزه تنزل، وكمان ام حسن مش عارفه تتصرف بيه. بسرعه تسيبي كل اللي في ايدك واطلعي جري على المستشفى وانا اخلص الاجتماع وهحصلك. والله بقول لك ايه بقى يا يوسف، انا عندي شغل متلتل ومش فاضيه للهبل ده خالص. عايز تروح لهم انت روح يا بابا، غير كده انا ماليش فيه. انا مش فاضيه خالص، يلا سلام. وبتقفل معاه بكل عصبيه وبتقفل بعدها التليفون خالص. يوسف كان متنرفز وعلى اخره ومتغاظ بشكل رهيب. استأذن وطلع بسرعه على المستشفى. وفي المستشفى يوسف اول ما بيوصل بيجري ناحيه الدكتور بسرعه. طمني يا دكتور، طمني، ابوس ايديك. زين ابني كويس؟ الحراره ما نزلتش ليه؟ الحمد لله الحراره دلوقتي نزلت وقدرنا نسيطر على الوضع. الولد كان عنده حاله جفاف شديده، يا ريت تهتموا بيه اكتر من كده. طيب هو هيخرج امتى طيب يا دكتور؟ هو حاليا تحت الملاحظه، هيتعلله شويه محاليل وان شاء الله على بالليل ممكن تاخده وتخرج. اهم حاجه الرعايه والالتزام في الادويه. ويوسف بيدخل لابنه وبيقعد جنبه وهو عمال يعيط ويبص فيه بكل حب. ما تزعلش مني يا زين، ما تزعلش مني يا ابني. انا السبب في ان انا اخترت لك ام انانيه زي دي. سامحني عشان خاطري يا ابني. وبيفضلوا الوقت متاخر جدا في المستشفى، وبعدين بياخد زين وبيروح على البيت. وفي البيت يوسف بيدخل البيت وهو شايل زين وكان مرهق جدا، وبيتفاجئ بملك اللي كانت بتقفل اللاب وبتقرب ناحيته. زين حبيب مامي، عامل ايه دلوقتي يا روحي؟ انت وحشت مامي خالص. لكن يوسف بيبص لها بكل قرف وبيسيبها وبيدخل يحط زين على السرير. في الصاله ملك بكل عصبيه: ايه مالك باصص لي بقرف كده ليه؟ هو كل حاجه عندك نكد؟ انا بجد تعبت منك. انا لما ببصلك بحس بالقرف. اقولك ابنك تعبان وفي المستشفى وبين الحياه والموت، تقولي لي عندي شغل وكمان تقفلي تليفونك؟ ده انت حتى ما فكرتيش يا بني ادمه تطمني على ابنك. ابنك انا قرفت. هو كان ابني لوحدي؟ انا اصلا ما كنتش عايزه اخلف وانت عارف حاجه زي دي. وبعدين ايه المشكله يعني؟ ها، ما هو زي الفل، هو ما فيهوش اي حاجه. وفي اللحظه دي يوسف بينفجر فيها بكل غضب وضربها حته قلم. انت ايه يا شيخه؟ انت مش بني ادمه صح؟ اكيد اللي عندك ده مش قلب زينا وبيحس. انت اكيد مش طبيعيه، ده انت مجنونه، ده انا خاف على نفسي منك. لكن ملك بتزقه وبتحط ايديها على وشها بصدمه. انت بتمد ايدك عليا انا؟ ليه؟ عملت ايه انا لكل ده؟ عملت ايه؟ ده انا ما شفتش بجاحه كده يا شيخه.
ده انا شايل منك وساكت واقول استحمل عشان خاطر الواد، عشان ما يبقاش من غير ام حرام. لكن انت بقى ما تستاهليش ضفر حتى. انت طالق يا ملك، طالق، واطلعي بره بقى عشان انا مش عايزه اشوف وشك ده تاني. ملك بتبصله بصدمه وبتتفاجئ بيوسف وهو عمال يزقها جامد وبيطردها بره الشقه، واول ما خرجها رزع الباب جامد وراها. ملك بكل عصبيه وكانت عماله ترزع على الباب جامد. افتح الباب يا يوسف، افتح الباب بقولك، ما ينفعش تعمل كده، مش انا اللي اترمي كده يا يوسف. لكن يوسف بيدخل اوضه زين وبياخده في حضنه وعمال يعيط وعمال يبص فيه بكل حب. اوعدك يا ابني، اوعدك يا حبيبي ان انا هعوضك عن الاذى اللي انت شفته منها. اما ملك كانت واقفه بره وعماله تزعق بصوت عالي. والله لا ندمك، والله لا هوريك على كل اللي انت عملته فيا ده. مش ملك البحير اللي يحصل معاها كده. وبتخرج الجيران كلهم وكانوا واقفين بيتفرجوا عليهم، في اللي شمتان وفي اللي صعبان عليه، وكلهم كانوا عمالين يتكلموا عليهم. هو في ايه؟ ها انتوا بتتفرجوا على ايه؟ كل واحد يروح يشوف حاله. وبتاخد بعضها وبتمشي بسرعه وبترجع على بيت اهلها. وبعد مرور 4 سنين ام حسن كانت تعبت قوي، ما كانتش قادره خلاص ان هي تراعي زين. يوسف كان بيجيب له مربيات كتير جدا، لكن زين كان دايما بيطفشهم من كتر المقالب اللي هو بيعملها فيهم. وفي يوم الصبح بدري يوسف كان نايم وكان شكله تعبان جدا، وفي نفس الوقت زين كان عمال يتسحب على صوابع رجليه بخفه وقرب من يوسف وبكل براءه. هوب مره واحده كان رش شويه ميه على وشه. يوسف فتح عينه نص فتحه وهو مستغرب. ايه ده؟ هو في ايه؟ سقف البيت بيخر ولا ايه؟ ورجع غمض عينيه من تاني. زين ضحك عليه بكل خبث. لا، ده كان مجرد تحذير بسيط. وبعد كده اخد بعضه وراح جاب جردل ميه مليان ووقف جنب ابوه وصرخ: بابا يا بابا صباح الخير. وهوب كان طلب كان رزع الجردل كله على يوسف. يوسف اتنفض من مكانه زي اللي اتكهرب وهو عمال يصرخ: ايه ده؟ هو في ايه؟ انا فين؟ انا بغرق ولا ايه؟ لكن زين قعد يضحك بصوت عالي وهو عمال يجري. انا قلت لك تصحى، لكن انت بقى نومك تقيل قوي قوي يا بابي. ها صحيت ولا لسه؟ يوسف بيقوم مبلول مش عارف يضحك ولا يزعق، وبيشيله من هدومه وعمال يزغزغه. اعمل فيك ايه ياض انت؟ ها احبسك يالا، انت ما بتحرمش ابدا ياض انت. لكن زين كان بيضحك بصوت عالي. لا مش بحرم، وشكلك حلو قوي قوي وانت مبلول كده يا بابي. ويوسف بيضحك مع ابنه، وفجأة بيسمعوا صوت انفجار جاي من المطبخ وسويت من المربية. يوسف بصدمة: استر يا اللي بتستر. وبعد كده شلته من قفاه. تعالى يا اخويا، تعالى لما نشوف اخر انجازاتك، هبت ايه تاني. وقدام المطبخ وكان طالع منه دخان كتير قوي. يوسف كان واقف بصوت عالي: يا ست انصاف، انت يا ست انصاف، طب انت عايشه؟ طيب طب طمنيني عليكي بس حتى. وبتطلع ست انصاف وهي بتصرخ وشكلها كان منكوش جدا ووشها ده كله متبهدل ومتفحم. يوسف اول ما بيشوفها بيصوت من الصدمه. ايه ده؟ انت مين؟ اقصد يعني ايه اللي عمل فيكي كده؟ ابنك مقصوف الرقبه اللي عايز يتربى. طب وربنا ما انا قاعده لكم فيها، هو انا مستغنيه عن عمري؟ بقى بيولع لي في المطبخ وانا فيه، قال ايه بيخترع. اهدي اهدي بس يا ست انصاف، ده عيل صغير ما يقصدش. ده مستحيل ابدا يكون عيل، ده بيقف يفرسني ولا كانه جوزي. انا همشي يا بيه. اقول لك على حاجه، حتى المرتب انا مش عايزاه منك، خليهولك انت اولى بيه، ربنا يعينك على ما بلاك. طب عشان خاطر يا ست انصاف، عشان خاطري بجد، انا ماليش غيرك، ده انت المربيه التاسعه خلال الشهر ده. لكن انصاف بتمشي وبترزع الباب وراها جامد، مش بتهتم بكلامه نهائي. زين كان قاعد تحت السفره وعمال يضحك وهيموت على نفسه من كتر الضحك. احسن والله كان اكلها وحش قوي. بقى عاجبك كده؟ قدنا رجعنا نعيش انا وانت لوحدنا من تاني وهنتبهدل من تاني. زين بيقوم وبيقعد على رجله. يا بابي يا حبيبي، مفيش احلى من عيشه الرجاله، سيبك بقى من الستات، دول عالم نكديه. طب وبعدين؟ طيب يا موكوس، هنعمل ايه دلوقتي؟ وجه عليا الليل اتصلت بماما: ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ وحشاني والله. واول ما قلت لها كده قعدت تضحك. ما تقولش، زين عملها كالعاده وطفش الست، والمره دي بقى حريقه ولا ماس كهربائي؟ لا اختراع، بس الحمد لله الست عايشه، ما وصلناش للمحاكم يعني. طب ما تشتري دماغك يا ابني وتريح نفسك وتتجوز واحده بنت حلال، وهو تراعيك انت وهو، وترحم نفسك بقى من المربيات وسنينها. اوه يا امي مش هنخلص. ريحي نفسك يا ست الكل، انا جربت حظي خلاص وفشلت، وعمري ما هجيب لي ابن مرات اب عشان تبهدله. طب وانت عايز مني ايه دلوقتي؟ من الاخر كده يا ست الكل، هتساعديني وتبعتي لي واحده تانية ولا ادور انا بنفسي وخلاص؟ ماشي يا ابني، اما نشوف اخرتها معاك ايه. بكره هبعت لك واحده جديده، بس يكش بس تعمر معاك ومع ابنك. ادعي لي بالله عليك يا ست الكل، ده انا عايش في السيرك القومي. يلا بقى تصبح على خير يا امي. وبيقفل معاها، بيدخل الاوضه وبياخد زين في حضنه. اما بقى عند عايده
كانت قاعدة وعمالة تفكر. ماشي يا يوسف، خليك راكب دماغك كده وانا برضه هنفذ اللي في دماغي، ويا نيانتا يا ابن بطني. وتاني يوم الصبح بدري يوسف بيصحى على صوت خبط عالي جدا، وبيقوم هو متضايق قوي لان ده يوم اجازته، وبيفضل يبرطم. طيب حاضر حاضر، يعني هو انا خلاص نايم ورا الباب؟ واول ما بيفتح الباب بينصدم من اللي هو شافه. شاف بنوته لابسه جلابيه سودا، كانت واسعه وشعرها ده طويل ومعمول ضفيره، وشكلها زي القمر، وعينيها كان لونها ازرق وبشرتها بيضه. البنت بكل توتر لان يوسف اول ما فتح الباب فضل باصص لها جامد قوي. سلام عليكم، هي مش دي شقه زين يوسف الحسيني؟ ايوه حضرتك، انا ابنه، اقصد يعني انا ابوه. يعني هو مين حضرتك؟ انا بقى جميله، الحاجه عايده بعتني عشان الاستاذ زين. وبعد كده بتكمل كلامها بكسوف. بس قال يعني هو مين حضرتك يعني؟ يوسف رد عليها بابتسامه. انا ابوه يوسف. طب اتفضلي ادخلي. اما بقى في الصاله جميله بكسوف. بس انا بقى مش هقدر اقعد هنا، يعني اقصد يعني ما ينفعش ان انا وانت نبقى لوحدنا كده، ما يصحش. لا ده انا في عرضك، ده انت جيتيلي من السما. انا واخد اجازه من الشغل بقالي يومين بسبب سيزين. بصي انا طول النهار بره اساسا، ولما اجي من الشغل اقفلي على نفسك بالمفتاح، ما تطلعيش نهائي، اتفقنا؟ خلاص موافقه، بس عشان خاطر بس الحاجه عايده جميلها مغرقني، وانا بقى ما بقدرش ارفض لها طلب. بس غريبه، يعني غريبه ان انت مش بتتكلمي سعيد نهائي. اصلا انا عشت في مصر حبه لما كنت باجي هنا، يعني الكليه بتاعتي، ما انا خريجه كليه تجاره. طب ده حلو قوي قوي، اهو تساعدي كمان في مذاكره الماس، ربنا يقويكي والله. هو انت مخوفني ليه ها؟ طب والله انا حاسه ان هو هيطلع طيب، وانت بقى اللي بتتبلى عليه. لكن يوسف بيقعد يضحك بصوت عالي. زين طيب؟ لا فعلا ده طيب قوي كمان. وفي نفس الوقت بيصحى زين وهو بيلطم على صدره بصدمه. يا فضحتي يا فضحتي، جو صاروخ، اقصد جو واحده في الصاله وكمان لوحدهم. خلاص انا مش قادر اشوف، قلبي مش مستحمل. يوسف كان واقف عمال يضحك وهو بيسقف. برافو برافو يا فنان، ده ايه الروعه في التمثيل دي. طب والله الدمعه هتفر من عيني. دي المربيه بتاعتك يا حيوان، استاذه جميله. ووقتها عدل زين التيشيرت بتاعه وقرب من جميله. انا محسوبك زين اللي محيرهم كلهم في الحضانه. انت بقى اسمك ايه يا قمره انت؟ اقولك خدي المصاصه دي عشان نبقى اصحاب. بقى بتعلقني يا ولا؟ لا واضح ان انت شاي قوي على فكره، بس ما تقلقش انا هعرف اتعامل. وبعد كده بصيت ليوسف. شوف لو حضرتك وراك اي مشوار وسيبنا، احنا هنتفاهم سوا مع بعض. طب ربنا معاكي، انا رقمي موجود على التلاجة، لو احتجت اي حاجه، اسعاف، صيدليه، ادويه، اتصل عليا على طول، هجيب البوليس وهاجي جري. جميله بتضحك على كلامه ويوسف بيسيبها وبيمشي. جميله بصوت عالي. زين، انت ياضيا اللي اسمك زين. افندم، عايزه ايه مني؟ بتعلي صوتك ليه وبتنده عليا كده؟ ابدا، محتاجين بس حضرتك معانا، يلا عشان تستحمى ونشوف الواجب اللي ورانا. وزين هو بيرجع بظهره لورا. لا لا لا، احنا مش اتفقنا على كده، انا متفق معاهم هي مره كل شهر ومره كمان كل عيد بس. جرى ايه بقى؟ هتبوظي انت نظام البيت. ليه يا واد ان شاء الله؟ بتعمل لي ترشيد استهلاك يعني ولا ايه؟ اسمع، انا مش بحب اعيد كلامي مرتين. هتستحمى يعني هتستحمى، ورجلك كمان فوق رقبتك. طب وريني بقى تعمليها ازاي بس ها. بيقول لها كده وبيطلع يجري بسرعه، وهي كمان بتجري وراه لحد ما بتقفشه، بتشده على الحمام عشان خاطر يستحمى. اسمع بقى، احنا هنعمل اتفاق ما بيننا، انت تسمع كلامي وانا كمان هسمع كلامك. طب انت بتعرفي تطبخي؟ عيب عليك، ده انا طباخه بريمو كمان. يبقى اتفقنا على بركه الله. شوفي انت عايزه ايه وانا معاكي، لو عايزاني كمان ابيع ابويا انا على فكره مش عندي مشكله خالص، المهم بس البشاميل. وجميله بتضحك على كلامه، وفعلا هما الاتنين بيتفقوا مع بعض. وزين بيحب جميله جدا وكمان بيتعلق بيها بسرعه. بالليل بيرجع يوسف وبيلاقي البيت هادي جدا. يوسف اول ما دخل قلق. يا هلالله، يا اللي هنا انسه جميله، يا زين، يا لهوي لا يكون الواد خلص عليها. يا جميله، طب انت عايشه طيب؟ وفجاه بيلاقي زين خارج من الحمام وهو حاطط الفوط على راسه. ايه ده جو، انت هنا؟ انت جيت امتى؟ مش تخبط وتقول احم كده، خضتنا يا جدع. قال له هو انت استحميت؟ هو يوم الايام قرب ولا حاجه؟ وبعدها جميله بتطلع من المطبخ وبتحط الاطباق على الترابيزه. انا عملت النهارده بشاميل، قلت اكيد حضرتك جاي جعان فقلت احط لك تاكل وبعد كده هدخل انام على طول. بشاميل ده بجد؟ دي ريحتها جايبه الشارع كله، بجد تسلم ايدك. وبعد شهر وكان زين كل يوم بيتعلق بجميله اكتر واكتر، وجميله كذلك. في اوضه يوسف كان زين نايم جنبه. زين بيبص لابوه بعيون بريئه. قال له بقول لك ايه يا بابي،
يا حبيبي انت. خير، استر يا اللي بتستر. انا عارف انا الدخل دي كويس قوي. ايه يا سيدي، هنسرق بنك ولا ناوي على اي مصيبة؟ لكن زين رد عليه بكل خبث. لا لا يا بابي، الموضوع اسهل من كده بكتير. بس يعني هو انت ليه مش ناوي تتجوز؟ يعني هتفضل قاعد جنبي كده زي قرد قطع؟ زين لم نفسك، انا بقولك اهو. لكن زين بيبوس في خده بكل براءة. سوري يا بابي، انا بس اقصد يعني انت راجل مز، والف الف مز كمان تتمناك. اقصد يعني الف ست تتمناك. عندك عروسة يا سيدي يعني ولا ايه؟ انوي انت بس وسيبني انا اختار لك. تصبح على خير يا حبيبي، عقبال ما اشوفك كده متجوز وافرح بيك يا رب. زين قال له كده واتغطى ونام. اما يوسف كان باصص له بصدمه. ايه ده، هو الواد ده بجد؟ هو بيقعد مع مين الواد ده؟ ده انا بدات احس ان انا اللي ابنه بجد. قال يفرح بيا، قال ابن ملك ده. وبعد كده اخده في حضنه وراحوا في النوم. تاني يوم الصبح زين بيروح يصحي جميله عشان خاطر الحضانه. جميله وهي بتلبس زين. قرب كده بس خليني اعرف البسك يا ابني، هو انت بتجري كده ليه؟ هو باباك خرج صح؟ لكن زين بصلها بكل خبث وقال لها خرج من بدري قوي قوي قوي، اكيد عنده اجتماع. ربنا معاه ويقويه يا رب على شغله، وعليك انت كمان يا شاء انت. يلا بقى روح هات شنطتك. لا اجري ورايا الاول، قال لي كده وسابني وطلع يجري. قمت وقفت بتعب. يا ربي بقى على الطفل المجنح اللي انا عايشه معاه دوت، كل شويه يقول لي كلمتين ويطلع يجري. وطلعت من الاوضه وهي بتحاول تلحقه، ودخلت وراه بسرعه وبمنتهى الغشوميه فتحت باب الحمام على يوسف اللي كان لسه يا دوبك مخلص شاور وواقف بيسوي دقنه، وكان لابس تيشيرت قط بارز عضلاته وكان شكله زي العسل. جميله اول ما شافته شهقت بخضه. رسوح، انا اسفه والله العظيم ما اقصد. انا بس كنت بدور على زين يعني. وكانت لسه هتخرج لكنها هوب كان تلب وقعت واتزحلقت. بس يوسف لحقها وشدها بسرعه ناحيته وهو مبتسم. ايه مالك، اتفزعتي كده ليه؟ طيب خلاص ما تتوتريش قوي كده. كويس ان انت دخلت دلوقتي، انا كنت واقف اساسا بحلق دقني. جميله برقت بصدمه وبعدت عنه بسرعه. انا اسفه والله العظيم، بس زين يعني كان قايل ان انت خرجت من بدري، عن اذن حضرتك. ومشيت بسرعه من قدامه وسابته. يوسف بقى واقف عمال يضحك عليها. ده زين ده بيخطط على تقيل قوي، بس ماشي يا ابن اللذينه، ده مستحيل يكون طفل في حضانه، ده اكيد جاسوس. وفي نفس الوقت الباب بيخبط ويوسف بيفتح. اول ما بيشوفها بيتضايق جدا. اهلا، نورتي. بنورك. ايه مش هتقولي اتفضلي؟ هتسيبني واقفه كتير كده على الباب يعني؟ لا طبعا، ازاي، اتفضلي. وساعتها بينده على زين بصوت عالي. زين يا زين، يلا تعالى يا زين، مامتك جت. اكيد وحشاه، انا عارفه ابني كويس قوي، مش بيقدر يستغنى عني ابدا. طبعا، ده انتي امه برضه. وفعلا زين بيجي بيفضل قاعد جنبها وبيكون ساكت تماما. ملك بكسوف. ايه يا حبيبي، مش هتحضن مامي ولا ايه؟ وانا ما وحشتكش ولا ايه يا زينو؟ وهتوحشيني ليه؟ ها، هو انت مسافره يعني؟ وهنا بقى ملك بتتضايق لكنها بتحاول ما تبينش. بصي يا حبيبي، انا جبت لك معايا ايه؟ ده انا جبت لك معايا شوكولاته كتير قوي. بصي كده، شوف اكتر طعم انت بتحبه ايه. لكن زين بيزق ايديها. تلاقيها رخيصه او حتى عليها عرض عشان كده جبتيها. انا خلاص مش بقيت احب الشوكولاته ابدا، اسناني بتوجعني. وهنا بقى يوسف كان هيموت على نفسه من الضحك عليها. ملك بكل عصبيه لكن كانت بتحاول ان هي تهدي نفسها. طب بص كده يا حبيبي، ها بص انا جبت لك ايه معايا كمان، عربيه كده عشان تلعب بيها. طيب بص حلوه ازاي، لا وكمان بريموت كنترول. لكن يوسف بيبص للعبه جامد اللي في ايديها. دي كانت على الرصيف دي ولا ايه؟ دي شكلها مدغدغ ومعفنه قوي. على العموم شكرا يا مامي، انا مش بحب الالعاب دي اصلا، انا بحب العب على التابلت. انا بقى هقوم اشوف جميله عملت السندوتشات ولا لسه عشان انا ما اتاخرش. قال كده وقام وسابهم. طبعا انت اللي بتقوله الكلام الوحش ده عليا، مخلي الولد مش طايقني حتى. ولا بجيب سيرتك اصلا. بس الواد زين ده نبيه قوي على فكره، بيعرف الناس من على بعد، بيعرف مين ابن الاصل وبيعرف مين الواطي. وفي الوقت ده ملك بتقرب ناحيته. طب ايه رايك نرجع لبعض؟ يعني حتى عشان خاطر زين يعيش وسط ابوه وامه مع بعض يعني. ايه، هو انا مش وحشتك يا يوسف ولا ايه؟ ده في خيالك، انا عمري ما هرجع لك يا ملك. لكن ملك بتمسك ايده. طب ليه؟ ده انا حتى بحبك. طب عشان خاطر ابننا طيب، او حتى ما بيصعبش عليك وهو من غير امه كده. لا حلوه النكته دي قوي على فكره. امي مين يا ام امها؟ انت ناسيه انت عملت ايه؟ انت ناسيه طلقتك ليه؟ ده انت ابعد ما يكون عن الامومه، ده انت ما فيش في قلبك رحمه يا بني ادمه. وفي نفس الوقت بتخرج جميله وهي في ايديها زين. زين جاهز والباص تحت مستنيه.
الله 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 الله، ما تقول كده بقى يا سي يوسف، انت مش عايز ترجع لي عشان خاطر الهانم. لكن يوسف بكل عصبية وهو بيمسكها من ايديها: احترمي نفسك وما تتكلميش عليها نص كلمة حتى، دي مربية اللي بتخلي بالها من ابنك، دي محترمة اكتر منك مليون مرة، على الاقل بني ادمة وعندها رحمة. لكن ملك بتطلع تجري وتفتح الباب وبتتكلم بصوت عالي وبتقول: شفتوا يا ناس، شفتوا الراجل اللي انا حبيته وابني عمل فيا ايه؟ رماني في الشارع عشان خاطر المربية بتاعت ابني. وبتمسك جميلة اللي كانت منهارة من العياط: يا خطفت الرجالة يا قللت الادب. الجيران كلهم كانوا بيتفرجوا وبيتكلموا على جميلة، والكل كان عمال يبص لها بكل قرف. لكن يوسف بعصبية شديدة بيشد ايد جميلة وبيمسك ايديها: يا جدعان، جميلة دي تبقى مرات على سنة الله ورسوله، واحنا كاتبين كتابنا اساسا، وهي بقى ست محترمة جدا وبتراعي ربنا فيا وفي ابني. والست اللي بتتكلم دي انا مطلعها بقالي اكتر من 4 سنين، وهي اللي جايه دلوقتي عشان خاطر ترمي بلاها عليا. وبعلو صوته كان بيطرد ملك وبيقفل الباب جامد. ملك كانت واقفه متعصبه جدا ومصدومه من اللي حصل، وبتاخد بعضها وبتمشي بسرعه. اما بقى جميله كانت منهاره من العياط، ويوسف كان عمال يطبطب عليها وكان بيحاول ان هو يهديها: انا اسف والله العظيم على اللي حصل وعلى الفضيحه دي، لكن زي ما هي ما اتغيرتش عمرها ما هتتغير. مسحت دموعي وانا بقول له: هي دي تبقى ام زين؟ للاسف عمل الاسود اللي انا عملته في دنيتي، لكن اوعدك يا جميله ان انا بجد هتجوزك، انا ما اقدرش ان انا اكون السبب في اللي حصل ده. لكن جميله كانت زعلانه ان هي تتجوزه عشان بس خاطر الفضيحه. هي كانت بتحبه قوي، وفعلا بيتم كتب الكتاب، وكل واحد فيهم بيفضل في الاوضه بتاعته لوحده. في الصاله زين بصوت واطي: ايوه يا تيتا، لا يا تيتا مش تقلقي خالص، الخطه ماشيه زي الفل 10 على 10. عفرم عليك يا ولدي، عندي لك هديه حلوه قوي قوي يا زين، بعون الله مش في اي حاجه تصعب على زين ابدا، حلال المشاكل، اديني بس اسبوع وانا اخليهم يقضوا شهر العسل. اما نشوف اخرتها ايه يا واد. وبعد مرور اسبوعين جميله كانت واقفه في المطبخ وعماله بتطبخ، وزين بيدخل عليها: انت عامله لنا اكل ايه النهارده؟ يا رب يا رب تكون حاجه عدله مش زي كل مره. عامله لك سبانخ، بس انما ايه، سكر، وهتاكل كمان صوابعك وراها، وهتاكلها يا زين غصب عنك. ها لا بقول لك ايه، انت تسمعي كلامي انا، انت فاهمه ولا لا؟ انا بقى مش بحب الطبيخ والعك ده، انا عايز بيتزا كبيره حجم كده لارج، ودلعينا بقى يا جميله. لا يا حبيبي، والعيال بقى الصغيره اللي زيك تسمع الكلام وبس وتاكل اكل مفيد، انت فاهم يالا؟ زين بقى واقف وعمال يبرق لها: لا وانا بقولك ان انا هاكل من بره بس، والاكل كمان جاي في الطريق، اما نشوف كلام مين فينا اللي هيمشي. قال لها كده وطلع يجري، وهي جريت وراه بالشبشب لحد ما دخل اوضه يوسف اللي كان نايم. جميله كانت عماله تجري ورا زين في الاوضه وهي مش واخده بالها ان يوسف موجود اساسا، وهوب مره واحده كان يوسف خرج من الاوضه وقفل عليهم بالمفتاح. يوسف صحي من النوم واتصدم من وجود جميله، وهي كمان اتصدمت من وجوده في الاوضه. جميله اتكسفت جدا وخدودها دي بقت حمراء قوي: والله العظيم والله العظيم انا دخلت هنا من غير ما اقصد، ده زين والله هو اللي جرني لحد هنا، انا بجد اسفه جدا على فكره. قرب منها ومسك ايديها: طب والله العظيم واد بيفهم، وبعدين ايه المشكله ان انت تدخلي هنا يعني؟ ده انا حتى زي جوزك برضه. اتكسفت اكتر: بركاتك يا عم زين. جميله انا بحبك، وبصراحه بقى انا اتجوزتك حجه يعني عشان مش عارفه اعترف لك بحبي ده. كل غيظ رحت ضربته جامد في كتفه. الله، طب كنت قلت من الاول، ده انت نشفت ريقي يا بني ادم. وبيعيشوا مع بعض حياه سعيده جدا. وبعد فتره بسيطه جميله بتكون حامل، وزين بقى كان مبسوط جدا ان هو اخيرا هيبقى عنده اخوات وهيورثوا منه خبرته واختراعاته. في حاره بسيطه، وتحديدا في بيت بسيط جدا، كان في بنت واقفه في المطبخ وهي عماله تقلي البيت بتقول: وببص لروحي فجاه لقيتني كبرت، فجاه كبرت ونزلت دمعاتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي، تكونش دي نهايتي واخر دنيتي. وفجاه وهي واقفه دخلت عليها مامتها بكل غضب وهي بتقول لها: يا بنت لميتي الصراصير علينا، ايه يا بنت اللي بتعمليه ده، ارحميني شويه وداني وجعتني. لكنها بصت لها بكل براءه وهي بتقول لها: هو انا عملت ايه يعني يا ماما، ده انا بغني، هو حتى الغنى في البيت حرام؟ حرام عليكم يا بشر، كفايه الشغل اللي طالع عيني فيه، حتى الاغاني عايزين تمنعوا عني؟ بجد بجد زعلتيني يا ماما، ما كانش العشم يا حبيبتي. طب بلاش طيب الشغل ده وخلاص، يلا يا بنتي اللي وراكي بسرعه عشان تلحقي وتروحي على شغلك. حاضر يا ماما حاضر، ده كان يوم في حلقي، يوم ما طلعلهوش شمس، يا رب يا رب يولع البيت بصحابه. شوفي البيت ده، انت يا بنت عايزه اقطم رقبتك بسبب لسانك الطويل ده. خلصت كلامها الام وسابتها ومشت، وهي وقفت وقالت:
يا رب يا رب الصبر من عندك، أعني على اللي جاي. أما بقى في فيلا كبيرة كان واقف معتصم المحمدي بكل غضب قدام أخوه الصغير اللي واقف عمال يصرخ على طول. في إيه يا ابني؟ أنت مشغل ميكروفون في حنجرتك؟ زن 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 زن، في إيه؟ تعبتوني معاك حرام عليك. لكن رد عليه الطفل بكل براءة وهو بيقول له أنا عايز عشت، هي اتأخرت قوي كده ليه؟ أنت أكيد قلت لها حاجة زعلتها عشان كده هي مش هتيجي هنا تاني، أنا عايزها بقى ماليش دعوة بس. معتصم بقى واقف وعمال يضرب كف في كف. ده كان يوم في حلو يوم ما شغلتها، ماشي، أما شوف الأنسة عشق دي اللي عاملة لك سحر. وبعد وقت نزل وسابه وشاف جدته اللي قاعدة مستنية عشق وهي بتقول له الله صحيح قول لي يا ابني، هي عشق اتأخرت ليه النهاردة؟ المفروض ترن عليها أو حتى تروح وتجيبها، انت عارف ان اليوم بتاعنا مش بيحلى من غيرها. نعم، اللي ناقص كمان ان انا اروح واجيب الست هانم. هو انتوا بتتكلموا ازاي؟ ها، محسساني ان عشق دي ملكة الكون كله، دي مجرد واحدة، وارجوكي بقى يا تيتا ارحميني شوية. خلص كلامه بكل غضب واخد بعضه ومشي. والجدة بصت عليه وقالت يو، هو ماله الواد ده؟ انا مش عارفة حاطط عينه من عين عشق ليه، دي حتى البت غلبانة ومش بتأذي حد. يلا بقى براحته، اهو كل واحد حر في دماغه. وبعد ما خلصت عشق حاجتها لبست بسرعة وركبت العربية بتاعتها اللي عاملة زي التوك توك. وصلت على البيت وهي داخلة بسرعة كان هو خارج، والاتنين هوب خبطوا في بعض. الله، مش تفتح يا جدع، انت كنت هتوقعني، ده انت امرك عجيب بصراحة. كنت فين يا ست هانم لحد دلوقتي؟ انت مش عارفة الشغل اللي وراكي؟ لكن عشق ردت عليه بكل برود ايوه طبعا عارفة اللي ورايا، انا قبل ما امشي كنت مخلصة كل اللي ورايا، وبعدين يعني هو البيت هيطير خلاص؟ وانا متأكدة ان البيه الصغير ونينا مش هيزعلوا مني ابدا، عشان انا واثقة ومتأكدة 1,000,000% ان هما كمان بيحبوني. انت ايه اللي مزعلك بقى؟ لا والله، هو انت دايما كده لسانك مش بيدخل جوه بقك ابدا وعندك حل لكل حاجة؟ طبعا عندي، لو ما كانش عندي حل لكل حاجة يعني ولا ايه؟ كرسي وانتريه قلبص بجنيه. الله عليك يا كوتش، هو ده. وعمال تقول لي اتأخرت ليه؟ ده انت طلعت مز كده. يوم النهارده ده هيعدي زي العسل ان شاء الله، عشان اصطبحت بيك انت يا قمر. كان واقف وباصص لها بصدمه من الوقاحه اللي هي بتتكلم بيها معاه. هو انت متاكده ان انت بنت؟ يا بنت ده انا بخاف منك من اول ما بشوفك. الصبر من عندك يا رب. ده انا لولا عارف ان جدتي واخويا بيحبوكي انا كان زماني طلعتك من زمان. والله طب الحمد لله، لما ادخل انا بقى اشوف ايه اللي ورايا. وبعدين دخلت عشق. اول ما دخلت شافت الولد وهو بيلعب بالالوان، اللي اول ما شافها طلع يجري عليها وغرقها بالالوان. هي فضلت عماله تضحك. بقى كده يا مفروس يا صغير، انت تغرني الالوان دي كلها؟ المهم قولي عملت ايه في اللي انا قلتلك عليه؟ هزلها راسه بالموافقه وبيقول لها انا عملت كل حاجه زي ما انتي ما عايزه بالظبط يا عشق. جهزت المسدسات بتاعه الميه عشان خاطر نلعب من البلكونه. اخراشي يسلم لي الواد الصغير اللي مالي حياتي كلها يا ناس. وبعدين عشق شالته وهو كان عمال يضحك. وبعد وقت في شركه كبيره قوي كان قاعد معتصم بكل غضب. كل ما بيفتكر عشقه وعمايلها المجنونه دخل عليه صاحبه وشافه وهو عمال ينفخ. قرب منه وقعد جنبه وكان عمال يبصله باستغراب. ما تهدى يا ابني، انا مش عارف انت عامل كل ده في نفسك ليه؟ ايش حال ان عشق دي شغاله عندكم ليها فتره يعني كبيره وكل يوم بتيجي بنفس الحال؟ لو مش عاجباك مشيها وريح نفسك. ده انا نفسي اعمل كده بس عمري بقى ما هعرف اعمل كده طبعا. ده ممكن الدنيا كلها تولع لو جيت بس جنب الانسه عشق. والله انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني، بس سيبك منها، حاول ان انت تتغاضى عنها وتعيش حياتك. انا بحاول بس بجد مش عارف. ده انا كل ما اروح البيت الاقيها في وشي، كل ما اعمل اي حاجه الاقيها في وشي، ومش عارف بقى تتصرف ازاي مع خطيبتي اللي خلاص جايه من لندن كمان يومين. ايه هو انت لسه على علاقه بالبنت اللي اسمها نورهان دي؟ يا ابني البنت دي ملزقه، انا بجد مش عارف انت بتحبها على ايه. يا سيدي انا بحبها وبموت فيها كمان، ليك شوق في حاجه يعني؟ هو انا بقى سيب زفته في البيت اجي الاقيك انت هنا؟ ما ترحموني بقى شويه يا ناس. خلاص يا عم براحتك، هو انت خلاص ما صدقت تمسك في الكلمه؟ ده انت اغرب انسان انا شفته في حياتي. وسيم خلص كلامه وخرج، لكن هو بقى كمل شغله على اللابتوب وهو بيدعي ربنا من جواه ان هو يروح البيت ما يلاقيهاش. اما بقى في البيت كانت قاعده عشق مع الجده وبتحكي لها عن ايام زمان واللي كانت بتعمله هي وجوزها. الله، ده انت كلامك زي العسل. وطبعا الراجل بقى كان بيموت فيكي مش كده ولا ايه يا سوسو؟ يوه جاتك ايه يا بنتي يا عشق؟ فكرتني باللازماضه. المهم يا بنت، قال قوليلي مفيش اي عريس متقدم لك كده ولا كده؟ طبعا في. انت عارفه اخر مره لما اتخطبت قلت الخطيب ايه؟ تغور ويجي مكانك طابور. هو انا هبور ولا ايه؟ ايوه يا بنتي جدعه، ما تخليش راجل ابدا يتحكم فيكي. الرجاله كلها عايزه ضرب المراكيب. طبعا يا تيتا ده انا تربيتك
واعرف ازاي بقى اعلمهم الادب بصح وصحيح. المهم دلوقتي وهم بيتكلموا دخل اياد الصغير عليهم وهو ماسك المسدس بتاع الميه بتاعه وبيقول لها يلا يا عشق انا جهزت كل حاجه، يلا بينا بقى عشان نلعب. معلش بقى يا تيتا انا اروح العب مع الواد الصغنطوط دوت عشان ما اكسرش نفسه، يلا سلام بقى. وراحت معاه ووصلوا على السطح، وهي طبعا كانت ماسكه المسدس وهاتك يا لعب بالميه. وفجاه في الوقت ده كان داخل معتصم اللي اتغرق ميه بسببها، بيبص لفوق لقاها هي في وشه، وهي اول ما شافته اتصدمت وضربت على صدرها. نهار اسوح يا عشق، اعمل ايه في المصيبه دي بس يا ربي، يا نهار اسوح، ده اكيد هيعمل مني كفته، اجري يالا. وطلع الواد يجري وهي جريت وراه. اما هو بقى اللي دخل بكل غضب وعمال يزعق بأعلى صوته بيقول عشق انت يا عشق، وربنا ما يخلي فيكي حته سليمه، انت ايه يا شيخه شيطانه ماشيه على الارض، ده ايه اللي انت بتعلميه للولد ده؟ ما تهدى يا عم انت، هو انا كنت عملت ايه يعني؟ ده هو اللي يتغرغر بيا وخليني اعمل كده، مش كده ولا ايه يا واد يا اياد؟ ما تقول لاخوك بدل ما البسها انا لوحدي. علميا كده كلامها صح، لكن انت بقى لو مش مصدق انت حر. يا دي النيله السودا، جبتك يا عبد المعين تعني. اسمعني يا استاذ معتصم، والله العظيم الموضوع مش زي ما انت ما فاهم نهائي. على فكره احنا كنا بنلعب عادي جدا، انا ايش عرفني ان انت هتدخل في البيت في الوقت ده ها وتشوفنا واحنا بنتنايل نعمل كده اهو. لكن معتصم بصلها بكل غضب وهو بيقول لها هو انت ايه يا شيخه؟ انت ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ ما اقدرش ابعدك عنه وفي نفس الوقت خايف من المصايب اللي انت بتعمليها دي. لكن عشق بصت له وبرقت له وقالت له طب والله العظيم حرام عليك، ده انا غلبانه والله غلبانه، مش كده ولا ايه يا اياد؟ ما ترد عليه انت. طبعا هي لو حلفت لك من هنا للسنه الجايه ان هي مظلومه انت اكيد مش هتصدقها. احنا بقى مش هنشرح لك كتير، احنا هنسيبك انت تشرح مع نفسك. تيتا يا تيتا تعالي وشوفي الهانم اللي انت جايباها، انا خلاص هتجنن يا ناس، خلاص ما بقاش فيا دماغ خالص. وفي الوقت ده طلعت جدته اللي بصت له وقالت له مالك يالا، هو ما فيش حد عارف يكلمك ليه ها؟ وبعدين يعني هي البنت عملت ايه يعني؟ بتعلم الواد ازاي يلعب ويدافع عن نفسه، مش احسن ما يبقى خايب وما يعرفش يدافع عن نفسه والعيال تضحك عليه؟ ينصر دينك يا تيتا، ايوه والله هو ده الكلام ولا بلاش. انا كنت بعمل زي ما هي ما قالت لك بالظبط، يعني انا ما عملتش اي حاجه غلط لكل البهدله دي. على فكره بقى انا مسكينه وغلبانه ومش لاقي حد اشتكي له همي كمان. معتصم بصلها بكل غضب وبعدين اخد بعضه وراح على اوضته. واول ما مشي بصت لجاد اللي بيبص لها بكل براءه، معرفتش تتكلم انت ولا تنيل اي حاجه. وبعدين بصيت للجده، انا اسفه والله العظيم على الموقف ده. ولا يهمك يا بنتي، انت بس عشي الولد وشوفي بقى لو هتمشي عشان ما تقعديش هنا كتير وهو موجود، انت عارفه الخناقات بتبقى كتير قوي ما بينكم. هزت راسها بالموافقه وشالت اياد اللي كان عمال يضحك عليها، اكلته وحطته في السرير وروحت هي على بيتها. اما بقى في البيت كانت مامتها بتتفرج على روايه العشق الاسود وهي بتقول حرام عليك يا كنان، ليه تعمل كده بس في جود؟ دي كانت بتحبك حرام عليك. يا قلبي انا يا معذب قلبي. في الوقت ده دخلت بنتها ورمت السلام والام كانت عماله تعيط. اتخضت جدا عشق عليها وطلعت تجري عليها. ماما في يا ماما، ايه بس اللي حصل؟ ايه اللي خلاكي تعيطي يا ست الكل؟ ما تقربيش مني، ابعدي عني دلوقتي، انا قلبي مجروح. بقى في حد يحب حد الحب ده كله وفي الاخر يكون السبب في موته؟ في ايه بس يا ماما؟ وجعتي قلبي، قولي لي بس مين يا حبيبتي اللي مزعلك؟ ارجوكي ردي عليا بقى. عايزه تعرفي مين اللي مزعلني؟ شوفي انت بعينك يا بنتي وانت تعرفي مين اللي مزعلني. قالت كده ومسكت التليفون وعينيها وسعت وقالت هو انت عامله كل الغغه دي عشان روايه يا ماما؟ يا ماما ارحميني شويه يا ماما، حرام عليكي، ده انا شويه هقطع النت عندك يا حبيبتي من اللي انت بتعملي فيا ده. يعني بذمتك بعد ما شفتيه وهو بيموت مش عايزه انا اتاثر يا بنت؟ لا طبعا يا ماما، انت تتاثري براحتك يا قلبي وانا معاكي على فكره، بس المهم بقى يا ست الكل انت عملت لنا اي حاجه ناكلها النهارده؟ انا بجد هموت من الجوع. ما عملتش حاجه. هو انت يا بت جايه من الشغل وعايزاني كمان اعمل لك اكل؟ ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي يا بت؟ لا يا ماما بالله عليكي، ده انا بروح واستحمل غتاتة اللي اسمه معتصم ده عشان ارجع في البيت واكل لقمه حلوه. ما عملتش اكل يا بت، بقولك البوتاجاز عندك جوه اهو، ادخلي واعملي اللي انت عايزاه. بنات اخر زمن، لما اروح بقى احاول انام انا بعد ما جود ما ماتت. خلصت كلامها وسابتها ومشت. يعني انا يا ربي اكون مطلعه عيد معتصم في الشغل وماما تطلعهم عليا في البيت؟ فعلا كما تدين تدان. خلصت كلامها وراحت عملت لها اكل حلو قوي، وطبعا بعد ما اكلت حست بارهاق شديد جدا في جسمها وراحت في سابع نومها. اما بقى تاني يوم صحت من النوم وراحت على البيت بتاع معتصم. كان الوقت بدري جدا ودي مش من عوايدها
عشان مامتها في اليوم ده خرجت بدري تشتري شوية حاجات وما كانتش في البيت. أول ما وصلت الجدة شافتها وقالت لها إن في ضيفة جاية المعتصم النهاردة وبيقول إن هو بيحبها وكمان هيخطبها. عشق اتصدمت. يا حلولي، إزاي كده يا تيتا؟ يعني تقبلي إزاي إن ابنك يتجوز واحدة من بلد تانية؟ بجد انت صدمتيني فيكي، وانا اللي كنت فاكراكي مسيطرة. يعني كنت عايزاني اعمل ايه يعني يا بنتي؟ هو بيقول ان هو بيحبها، ارفض انا يعني واطلع انا اللي وحشة؟ طبعا لا، ما ترفضيش، لكن برضه كان لازم تديله شوية كلام كده في عظمه. هو فاكر ايه يعني؟ فاكرها سايبة؟ وفضلت عمالة تتكلم عليه وتتكلم وتتكلم وتتكلم، وهوب كان طلب لقيته بيقول لها بكل غضب: ها، ما تكملي كلامك يا استاذ عشق. هو انت سبتي حاجة لما قلتيها عنها وانت اصلا ما تعرفهاش؟ وبعدين تعالي لي هنا، هو انت بتتدخلي في حياتي ليها؟ هو انا كنت اتدخلت في حياتي كبني ادم انتي؟ سلام قولا من رب رحيم. بيظهروا امتى دول؟ انا ما كانش قصدي حاجه على فكره، دي هي بتاخد رايي ولا ايه يا تيتا؟ كلامها كله صح. اصلا ازاي تجيب واحده من امريكا وعايزني كمان اعترف بيها وكانها مرات ابني بالظبط؟ هو انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ما ردش عليهم وقال لهم وهو خارج: شويه هكون جاي انا وهي من المطار، انا مش عايز كلام كتير، وخصوصا بقى بسببك انت اللي اسمك عشق. انت هنا وبس عشان خاطر اخويا، مش اكتر من كده، فما تتدخليش في حاجه. خلص كلامه وهي قعدت بحزن. قربت منها الجده: انت حزينه ليه يا بت؟ اوعي يا بت تكوني وقعتي في حب. بس ازاي؟ ده اصلا ما يتوقعش في حبه ابدا. لكن عشق اتنهدت بكل حزن وقالت لها: للاسف ايوه بحب، برغم ان هو من اول ما بيشوفني بيفضل يزعق فيا، بس انا برضو بحبه. اعمل ايه بقى في قلب ابن الجزمه ده؟ ساب الناس كلها وملقاش غيره هو. وهنا بقى تيتا ضحكت بصوتها كله وقالت لها: وبعدين يا بت، هو انت هتسيبيه يروح منك كده للبت دي؟ انت لازم تخططي كويس. ايوه طبعا، امال ايه؟ طب والله لو اوريك يا معتصم ما بقاش انا عشق لما خليتك تلفلف كده حوالين نفسك. وبعد وقت في المطار كان في بنت جميله جدا اسمها سيليا، كانت مع معتصم اللي كان مبسوط قوي وكل شويه يبص لها. ركبوا هما الاتنين العربيه وروحوا على المكان اللي هما رايحين ليه. وبعد وقت كانوا وصلوا وكانت البنت مبسوطه جدا وعماله تضحك معاه باعلى صوتها. وفجاه وهي داخله لقت جردل الميه كبير قوي، هوب مره واحده اتدلق عليها من فوق. يحيى، ده ايه ده؟ ايه الريحه المعفنه دي؟ معتصم ما كانش عارف يتكلم ولا حتى يقول لها ايه، وبص لفوق وطبعا كانت هي اللي واقفه عماله تضحك له وتلعب له حواجبها. اول ما شافته نزلت على طول: يا خبر، انا اسفه جدا يا استاذ معتصم، بس والله البيت كان معفن النهارده، فقلت لازم انا بقى انضفه بنفسي. انا عارفه ان ده مش شغلي، بس اعمل ايه بقى؟ اصلا انا كده في نفسي نضيفه حبتين تلاتة. هو انت غبيه يا بنت؟ انت مش بتفهمي؟ انت خليتي هدومي كلها تتوسخ. معتصم، البنت دي لازم تمشي وفورا. اهدي بس يا سيليا، انا بجد ما اقدرش امشيها، دي جدتي هي اللي جايباها، المربيه بتاعت رائد، يعني لازم تبقى موجوده هنا معانا. والله يعني انا هضطر اشوف الكائنات دي كل يوم؟ بجد ربنا يكون في عوني. لا والله، ده احنا ربنا يكون في عوننا كلنا يا اختي. ده ايه الانعاره الكدابه دي؟ بقول لك ايه يا معتصم بيه، انا محترماك قوي، لكن البت دي لو غلطت فيا تاني انا بقى مش هسمح بيه ابدا، ده انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. خلاص يلا ادخلوا جوه. وفعلا دخلوا جوه وسلمت البنت على جدته، لكن جدته قالت لها: اهدى يا بنتي، ده ايه الريحه دي؟ انت طالعه من المجاري ولا ايه؟ دي ريحتك تقرف الكلب الاجرب. انا مش عارفه هو امتص في نظر عشان يعجب بيكي؟ معتصم بقى واقف وعمال يضرب على راسه: مش كده يا تيتا، ده كله بسبب عشق هانم، مش كده ولا ايه يا عشق؟ انا عايزه اطلع على اوضتي، انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده، طلعني يا معتصم وكفايه البهدله اللي انا بشوفها كل يوم بسببك. وفعلا معتصم طلع معايا وشاور لها على الاوضه بتاعتها وعرفها مكانها، وبعد كده اخد بعضه ومشي وسابها. واول ما دخلت الاوضه ولسه هتحط رجلها فيها، هوب مره واحده اتزحلقت على الارض اللي كانت مليانه بالزيت، وظهر لها الطفل الصغير وهو بيقول لها: كل سنه وانت طيبه يا جميله، تعيشي وتاخدي غيرها. وراح بكل قوته غرها بالالوان والبيض اللي اتدلقوا عليها مره واحده. كانت حاسه انها يغمى عليها من شده الصدمه، هي مش عارفه هي عملت ايه عشان يحصل معاها كل ده في اول يوم ليها في البلد. حطت ايديها على قلبها اللي كان عمال ينبض بجنون. انا لازم اشوف حل بسرعه ولا هضطر ان انا ارجع على بلدي دلوقتي، انا بجد مش هقدر استحمل في المكان ده اكتر من كده. خلصت كلامها بصعوبه وهي بتروح عشان تاخد شاور. وبعد وقت عشي كانت قاعده وبتاكل الولد الصغير، وسيليا نزلت من فوق بصت لهم هما الاتنين بكل قرف: انتي يا بتاع انتي، هو الاكل اللي لسه ما جهزش لحد دلوقتي؟ اولا بقى يا حبيبتي انا ليا اسم، ثانيا لما تتكلمي معايا تتكلمي باحترام. انا مش خدامه عندك على فكره، ولا حتى مسؤوله ان انا اللي اعمل الاكل يا سيده الاميره.
سالية بصت لها بصدمة وقالت لها طيب ابقي قابليني لو خليتك تقعدي اكتر من كده. انا من ساعة ما جيت وانا ناوية ان انا هخليه يمشيكي، وهعمل كده فعلا، وهحطك في دماغي وهتشوفي يا انا يا انتي. وفعلا بعد وقت كانوا بياكلوا بعد ما جهزوا الاكل، وطبعا عشق كانت بتاكل الولد الصغير وهي بتقول له كل يا حبيبي كل، ده انت الوحيد اللي في البيت اللي تستاهل الاكل، كلهم حمير. سامع انت بتقول ايه يا معتصم؟ بتقول عليك حمار. يوه مالك بس يا بنتي، هو انت واخده كل الكلام عليكي وعليه ليه؟ ها هي ما قالتش على حد على فكره، هي بتاكل الواد الصغير، وارجوكي بقى ما تجيبيش سيرتها مره تانية عشان هي عندي خط احمر. خلاص يا سيليا خلاص، احنا بعد ما هناكل هنطلع انا وانتي. ولسه ما خلصوش كلامهم ولقوا اياد بيقول لهم ماليش دعوه، انا عايزه اروح معاكم بس. والله معاك حق يا ابني، ده انت بقالك ياما ما طلعتش من البيت. الا بقولك ايه يا حبيبي، خد اخوك الصغير وخد كمان معاه عشق، ويطلعوا معاكم يشموا شويه هوا. نعم كمان مره، مين اللي هياخده معايا تيتا؟ انت عايزه ناخد البنت المجنونه دي عشان تعمل لي فضيحه هناك؟ اللهم طولك يا روح، جرأة يا جدع انت، ما تخليك اوبن مايند كده، ده انا حتى بنت كيوت وغلبانه قوي، مش كده ولا ايه يا تيتا؟ طبعا يا قلبي تيتا، وانا خلاص قلتها كلمه وهتمشي، هتاخدها يعني هتاخدها، ولو جدع بقى بكسر كلامي وشوف ساعتها ايه اللي هيجرالك. حاول ان هو يعترض كتير، لكن خلاص القرار كان نزل من عند جدته ومفيش منه مفر. وبعد وقت خرجوا كلهم عشان يسهروا سوا بره، وهو طبعا كان بيحاول يتقرب من سيليا البنت الطماعه اللي كان باين عليها جدا ان هي بنت مش كويسه، ولكن هو كان معمي تماما عنها، وطبعا عشق كانت بتطق من كتر الغيره. يوه ما كفايه عليكي بقى شويه يا عشق الله، انت كل شويه عماله تبص عليهم، البنت هتتحرق من نظراتك يا حبيبتي. اسكت يالا، ده انا حاسه ان في نار قايده في قلبي. شايف البنت المسهوكه دي بتضحك ازاي؟ دي ولا كانها عامله له حاجه بنت الورمه. ضحك جدا على كلامها وقال لها طب اهدي انت بس، وانا والله هحاول ان انا اشوف لك اي حاجه، بس انت اهدي بقى. ما انا هادي اهو، بس نفسي بس امسك في زماره رقبتها اموتها فيها. انت مش شايف هي عماله تبص له ازاي؟ طبعا، ما هي لما صدقت لقت حد يحبها. وبعد وقت كانوا خلصوا وكانوا ماشيين، وهم ماشيين لقوا فرح في الشارع. ابتسمت عشق بكل خبث ووشوشت اياد ان هو يقوم ويعمل الواجب، وفعلا اياد راح يجري هناك، وهي قالت تعالى معايا يا معتصم امسك الولد المجنون ده. وفعلا راح عشان يمسكوه، وهي شدته، والناس كلها كانت عماله ترقص، وهي قاعده عماله ترقص معاهم هي واياد، وكمان كانوا ماسكين ايد معتصم كل ما بيحاول يروح لسيليا اللي تاهت في الزحمه. وفجاه بص في عينيها وسط الزحمه وهي عماله ترقص وفرحانه وبتقول مخصماك، ابعد عني انا مش طايقاك، سيبني مش عايزه ابقى معاك، ما تورينيش وشك تاني. غصب عنه اترسمت ابتسامه على وشه. مجنونه، اكبر مجنونه في التاريخ كله، وهتفضل مجنونه طول عمرها. واللي فوقها من اللحظه الجميله سيليا وهي عماله تصرخ وتقول الحقني يا معتصم، الناس الوحشين دول وقعوني على الارض. كانت بتقول كده وهي على الارض والناس والاطفال بيزفوها. قعدت تضحك جدا عليها. تستاهلي يا حربوقه، البنت عامله لي فيها خواجايه وهي اصلا جايه من السيده زينب. خلصت كلامها وكل واحد فيهم راح على البيت، وهي كانت مبسوطه قوي، وفي نفس الوقت كانت بتتوعد ليها بالعذاب الابدي على ايديها هي، فهي مش هتستسلم ابدا وتسيب معتصم لحد غيرها. وبعد مرور شهر على وجودها في حياتهم كانت طول الوقت بتحاول تتقرب منه، وبتحاول تعمل اي حاجه عشان خاطر تلفت انتباهه وتخليه ينتبه معاها، لكن هو في الحقيقه طول الوقت كان بيحاول ان هو يداري على البلاوي اللي بتعملها المجنونه بتاعته. وفي يوم من الايام جه من الشغل بعد ما اتصلت بيه سيليا اللي كانت بتكلمه وهي عماله تصوت، واول ما راح البيت ودخل شافها وشاف شعرها المحروق. ايه ده؟ ايه اللي حصل في شعرك يا حبيبتي؟ ايه مالك؟ انا لا يمكن ابدا اقعد هنا اكتر من كده. شايف شعري؟ اخوك الصغير اللي عمل فيا كده بقى يرضيك كده يا بيبي؟ فضلت عماله تضحك عليها وتتمسخر وهي بتقول يرضيك كده يا بيبي؟ بنت انتي يا تتعدلي في لسانك يا اما هخلص عليكي بالمره. ها، خطيبتك غلطانه على فكره، وبترمي الحق على الواد الصغير المسكين ده. يعمل لكم ايه الولد يعني؟ ها، طب والله انتوا ناس غريبه وظالمه. البنت دي لازم تمشي فعلا، ده حتى جدتك قعدت تضحك عليا لما شافت شعري. هو انتم وحشين معايا قوي كده ليه؟ معتصم بكل غضب راح لعندها وقال لها ده انت زودتيها قوي، انت ازاي تحرقي شعرها كده؟ هو انت اتجننتي؟ هي مش حرقت شعرها، انا اللي حرقت شعرها عشان هي وحشه وكمان بتضربني كل ما بتشوفني. انت كداب يا انت، انا مش بضربك، انت اللي كل ما بتشوفني بتضربني وبتيجي عليا، انا مش عارفه ليه. يا معتصم هما مش بيحبوني، مش عايزيني ابقى معاهم.
معتصم بصلها وقال لها ما تزعليش يا حبيبتي، انا معاكي ومش هسيبك حتى لو كلهم قالوا عليكي. وانت يا عشق خلاص يلا لمي حاجتك وامشي من هنا، ما بقيناش محتاجين خدماتك. انت اصلا مش عارفه تربي اخويا الصغير، دايما تعملي مشاكل وبس. عشق صعب عليها نفسها قوي، بصت له بدموع وقالت له ومين يعني اللي عايز اشتغل عندك؟ انا هاخد حاجتي وهمشي الا كرامتي، هو يبقى خليها هي بقى تنفعك يا معفن. خلصت كلامها ومشيت. اما الجده بصت له بكل غضب وقالت له ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ازاي تعمل كده في البنت المسكينه اللي غلبانه دي، اللي دايما واخده بالها مني ومن اخوك وعامله كل حاجه في الدنيا عشان خاطر ترضينا، وانت كل ده هو مش عاجبك؟ ليه الظلم والافتراء ده؟ والله يعني عاجبك اللي هي عملته في خطيبتي ده؟ البنت دي مجنونه او في اي حاجه في دماغها، وانا بقى مش هسمح لها ان هي تربي اخويا على غلط اكتر من كده. اياد زعل وجري على الاوضه بتاعته والجده كمان. اما التانيه بقى فقربت منه وقالت له ايوه كده احسن، خليها تعرف مقامها يا حبيبي. وبعد مرور اسبوعين كانت طول الوقت قاعده حزينه في البيت بتاكل وبتسمع اغاني ام كلثوم وبس. اما هو فكان دايما بيفتكرها وبيحن ليها، واللي خلاه يندم اكتر بقى لما عرف حقيقه سيليا وان هي اساسا كانت حامل وعايزه تديله الولد اللي في بطنها وتلبسه فيه. طلعها من حياته تماما وهو ندمان، واللي ندمه اكتر اياد اللي طول الوقت هو عمال يعيط وزعلان على عشق. كان واقف وبيبص لاخوه بكل حزن. يا ابني اعمل لك ايه بس؟ انت على طول بتعيط كده، هو انا يعني كنت حطيتها في جيبي؟ ما هي اللي سابت البيت ومشيت. انت واحد وحش عشان انت زعلتها، وانت عارف ان انا بحبها قد ايه. انت وحش وحش قوي 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 كمان. طيب خلاص اهدى، انا اروح اشوفها وامري لله. يا رب عوض عليا عوض الصابرين يا رب، عشان انا خلاص تعبت من الناس المجانين دول. وراح على العماره بتاعتها وخبط على الباب، وكانت هي لابسه بيجامه ميكي ماوس، واول ما شافته قدامها فتحت عينيها بصدمه. هرسوه، ايه ده؟ هو انت قدامي بجد يا جدع انت، ولا انا بحلم، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ بقى في حد يقابل حد بالطريقه دي يا بنتي؟ يا بنتي حاولي تتعلمي الاتيكيت شويه. دخلته بكل غيظ وهي بتقول له اتفضل يا اخويا، انت جاي تسمعني كلام وحش تاني صح؟ مش كفايه الكلام الوحش اللي انت سمعتولي في البيت عندك؟ ولا السنيوريتا بقى بتاعتك هي اللي قالت لك روح ورجع عشان خاطر اخدمها؟ لا يا بابا، ولو الا كرامتي. انا ايوه بحب اخوك وبحب جدتك، بس كرامتي بقى فوق الكل، انت فاهم ولا لا؟ اتنهد بكل غضب وبقول لها يا ساتر يا رب، راديو اتفتح. هو انت يا بنتي ايه بلعه جاموسه في بقك؟ ايوه فاهم، بس انت بقى اللي مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليه ده. انا مش قصدي ان انا اذل كرامتك ولا اي حاجه من اللي انت فهمتيها، انا بجد بعتذر منك، انا عرفت الحقيقه. اول ما قال لها كده عشق غصب عنها دموعها نزلت. انت ما تعرفش حاجه خالص يا معتصم، انت ما تعرفش غير ان انت تهني وتقول عني مجنونه على طول، لكن تعرف ايه اللي بيجري في قلبي؟ طبعا لا، بس انا احب اقولها لك بقى، حتى لو هدوس على قلبي واسيبك انت وعيلتك، صدقني انا هعمل كده. معتصم بصلها بكل حب وقرب منها وقال لها ومين اللي قالك ان انا مش عارف اللي في قلبك؟ اللي في قلبك هو اللي في قلبي، يمكن كنت بحاول ان انا اداريه بالقسوه والزعيق فيكي. بقيت بصله انا مش فاهمه كلامه. ايه انت قصدك ايه بالكلام ده؟ فهمني عشان انا خلاص تهت منك بجد. عشق، انا بحبك عشق وعايزه اتجوزك، اظن كده بقى ما يبقاش عندك اي راي تاني ولا ايه؟ احبي الكركديه. وفي الوقت ده طلعت مامتها وهي بتزغرط وبتقول الف 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 مبروك يا بت، ده النهارده الفرح فرحين، فرحك انت ومعتصم وفرح مليكه وفهد. نعم، مين مليكه وفهد عشان اكون عارف بس؟ لا بقولك ايه، ما تركزش عشان ما تهيسش. وبعد مرور اسبوعين في افخم قاعات الافراح كان بيرقص هو وهي، وطبعا اياد اللي كان بيتنطط ويقول هي اخيرا بقى عندي احلى واجمل مربيه فرفوشه في الدنيا كلها. عشق دي اجمل حاجه حصلت لنا كلنا. الله، ما تكسفنيش بقى يا كوتش، يخرب بيت فصلانك يا شيخ، البت دي لا يمكن تبقى رومانسيه ابدا. وضحكوا كلهم، اما هو بقى شدها وقال لها لا، دي اجمل رومانسيه في حياتي كلها، دي عشقي انا. وبكده تكون عاشت المجنونه مع حبيبها اجمل حياه، بالعند بتاعها اللي ملا حياته جنون في جنون، وبين حبهم اللي كان شبه مستحيل، واتجمعوا مع بعض في اجمل قصه حب. وبكده تكون خلصت حكايتنا. استنوني في حلقه جديده بحكايه جديده. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصه جديده.